تخيل تبقى منبوذ ومحدش بيحبك ولا عندك اي صحاب، وعندك موهبة غريبة الكل شايفها ملهاش لازمة، لكن محدش يعرف ان الموهبة دي هتقلب حياتك كلها وتخليك عندك قوة ملهاش مثيل، قوة اسطورية اقوى من ملك الشياطين نفسه. ده مين ده يا عمنا؟ هو جيرو، شاب زي اي شاب يبان بسكوتة، بس لو زعلته هيحصل الف حكاية وهتدخل معاه في حدوتة. اصل القصة دي بدأت من وهو عيل صغير، فتعالوا يا ابطال العشيرة اعرفكم قصته ايه بالظبط. الواد جيرو من وهو صغير اكتشف انه عنده قدرة عجيبة على التواصل مع كل الحيوانات بلا استثناء، لدرجة انه كان كل يوم يرجع من المدرسة يشتكي للكلب بتاعه انه اتخانق بسبب حيوان اتعرض للأذى، وان محدش حابب يتعامل معاه وشايفينه انه شخص غريب ومش طبيعي. ولكن الكلب بتاعه اداله نصيحة عاش بيها حياته كلها، وقال له ان يمكن تكون مش شبه حد فيهم ولكن اللي انت فيه ده حاجة اسمها موهبة تخليك عايش طول عمرك مميز ومختلف عن الناس دي كلها. لحد ما كبر وخد النصيحة دي حلقة في ودانه وبقى ماشي بيها طول العمر. ولكن طبعا حياة ابراهيم الابيض اللي كان عايشها دي ما كانتش بتيجي مع متسولين المنطقة بتوعه، ولما حاولوا انهم يتكاتروا عليه علم واحد فيهم انها مش بالشكل والوقفة على النواصي. وطبعا الاتنين التانيين اتحمقوا على صاحبهم وما جاش معاهم اللي جيرو عمله ده، قال لهم اللي مش عاجبه يرفع لي حاجبه، وجري عليه والعيال ما ترددتش ثانية واحدة. وبرغم ان 3 على 1 مش رجولة، مشى العيال كلها وهي مبلولة وحالتهم صعبة على الاخر. وبعد خناقة زي دي اي حد هيفتكر انهم عكس اخته مثلا، ولا حتى قلبوا حد حبيبه. ولكن لا يا ابطال العشيرة، كل اللي حصل ده بسبب انهم خوفوا قطة وغراب وحتى ما لمسوش حد فيهم. فالقط جه وقال له والله ما عارف اشكرك ازاي يا عم جيرو على الواجب اللي بتعمله معانا ده، بس الصراحة انا خايف عليك يا عم، عمال تحط نفسك في مشاكل مع خلق الله كلهم، والعيال دي مؤذية ومش هيسيبوك في حالك. فقال له يا عم ما تشغلش بالك، العمر واحد والرب واحد، هي موتة ولا اكتر يعني. المهم انتوا بس خدوا بالكم من نفسكم، لو في اي حوار مع حد فيكم انا بيتي ما يتوه. وكل ده بقى كوم. ولما رجع البيت كان كوم تاني. ابوه عمل له حفلة استقبال من بتوع يوم النتيجة دول يا ابطال العشيرة. قال له انت يا دي فاكر نفسك سبع برومبا ولا ايه بالظبط؟ هو كل يوم حد يجي يشتكي منك ويوجع لي دماغي على الصبح؟ اصحى كده وما توجعش قلبي، انا علمتك فنون الشين القتالية عشان تدافع عن نفسك مش عشان تفتري على خلق الله. فقال له يا عم انا بكيفي، واللي هيدوس لي على طرف هدوس على وشه. ولكن ابوه مش بيتفاهم وشكله كده مجنون على الاخر، واكيد عرفنا جيرو طالع لمين. وقال له بص بقى يا دين، انا اخر مرة هحذرك بالبق عشان بعد كده سيفي هو اللي هيتكلم معاك، وانك لو فضلت بالحال اللي فيه ده وقللت من اسم عيلة أزمة هتشوف مني وش عمرك ما تخيلت انك هتشوفه. فالواد قال له ابويا الله يرضى عليك قول الكلام ده لحد غريب، انا عارف اللي فيها وحافظك. وطبعا الكلام ده خلى الراجل ودانه تطلع نار تقريبا، وطلع سيفه وبقى حالف انه يمشي دماغه في حتة وجسمه في حتة تانية. وبعد العركة اللي دارت بينهم دي جيرو قام زي الكلب يروق مكان البهدلة اللي حصلت. فابوه قال له انت هادي بقى، انا رايح احضر اجتماع جمعية المدينة وشكلي كده مش راجع لحد وقت متاخر، ما تروحش كده ولا كده وما تنساش تقفل الباب عشان عارفك دماغك مش فيك. فالواد قال له اتكل انت على الله، ولو فيها بيات يا ريت تفك عن نفسك يعني. واول ما ابوه فلت رجله من البيت لقى الغراب جاي له جري وقال له انه في مصيبه. فجيرو قال له ما طبيعي يعني اكيد مصيبه، ما اكيد الغراب مش هيجي يعزمني على فرح بنت خالتي. فالغراب قال له ان في قط بيفرفر خلاص وروحه بتطلع في الغابه وما عرفش ايه اللي حصل له. وفعلا الواد ما كدبش خبر وخدها جري وراه في اعماق الغابه لحد ما نفسه اتقطع. واول ما وصل له كان المنظر بشع، القط مرمي على الارض وسايح في دمه بشكل غريب. ولكن الحمد لله انهم لحقوا يوصلوا ليه وهو لسه في النفس. فلما جيرو سأل الغراب على اللي حصل قال له ربنا يا اخويا ما اعرف، انا معدي بالصدفه شفت المنظر ده فجريت عليه. والمنظر اللي القط كان فيه ده خلى جيرو قرر انه لازم يتصرف وما يسيبهوش في الحاله دي. بس لا مؤاخذه بقى هنقطع المشهد الرومانسي ده. مين هناك؟ مين جاله جرأة اساسا انه يقرب مني؟ انا راجو نجم الهلاك الاسود، انا صحيت وفقت للدنيا من جديد ومش ناوي اعدي اللي حصل ده على خير. القط فاق وعينه فتحت على الدنيا من جديد بعد ما كان في تعداد الموتى. ولكن شكل كده الحوار اللي ورا القط ده كبير ومش سهل، بس المهم ان لحسن حظه جيرو فعلا عمل معاك اللي محتاجه عشان يعالج الجرح بتاعه وينقذه. واول ما دخل عليه قال له صباحيا مباركه يا عريس، اخيرا فوق، خد اشرب شويه ميه هتلاقي ريقك ناشف زي الحجر. وطبعا القط بقى قاعد متنح ومش فاهم مين العبيط اللي بيكلمه ده، لا ده كمان بيساله عن اسمه ومصمم ان القط يرد عليه. فقعد ينونو له وطلع عينه شتيمه بالنونوه. ولكن المصيبه بقى اللي ما كانش عامل حسابها ان جيرو فاهم كل كلمه قالها. ولما القط اكتشف انه فهمه بقى مصدوم ومش مصدق ان في حاجه زي كده واستخبى منه من الخوف. فجيرو راح له تحت السرير وقال له خد ياض ما تخافش انا مش عامل لك حاجه. وقال له انا عارف ان المحادثه الاولى ليك مع بشري هتكون مخيفه حبتين بس عادي يعني هتتعود. اما القط بقى عمال يفكر هل الواد ده بشري فعلا ولا ساحر ولا شيطان ولا ايه بالظبط. اما جيرو قال له فشكلك كده هتخليني الجا لسلاح السحر. وفعلا ابن اللعيبه قدر يطلع القط قدامه في ثواني. اصل الاكل الدراي ده مش اي
اي قط يقدر انه يقاوم حلاوته ولا يسيبه يضيع عليه. وقال له طلعت صايع يا بشري، اصل لا مؤاخذه اقرب طريق لقلب القط هو كرشه. فجيرو قال له انت شكلك قط لمد وهتتعبني معاك. فالقط اتعصب وقال له قط ايه وبتاع ايه يا عم ما تصغرناش، انا اسمي راجو وبالمناسبه انا من سلاله المنوك، وعشان ما نتوهش من بعض يا ابطال العشيره فتعالوا اعرفكم ايه هي سلاله المنوكي دي بالظبط. ولان السلاله دي تقدروا تقولوا عليها نوع من انواع الوحوش، وحوش قادره انها تاخد هيئه بشريه او حتى هيئه حيوانات، وفي منهم كتير عايشين وسط البشر ومحدش حاس بيهم، ولكن الاغلب بيفضل العزله وبيعيش وسط الجبال والغابات. فجيرو قال له افترض ان كلامك حقيقي، قول لي بقى ايه اللي يخلي واحد من منوكي زيك كده حاله يتدهور بالشكل ده. فقال له سواء مصدق او مش مصدق هي دي الحقيقه، واللي حصل لي ده كان بسبب اني اتعرضت للهجوم من منوكي تاني، وكل اللي انا فاكره اني بعد الهجوم اللي حصل ده كنت في غيبوبه تقريبا، واول ما فقت لقيت شويه بشر كده ملمومين حواليا وبيطلبوا مني اني اساعدهم، ولكن الصراحه قلت لهم انهم مش جايين معايا سكه ومش عايز اساعد حد فيهم. فجيرو قال له طب يا عم ما كنت ساعدتهم ولا عملت معاهم الواجب، ده حتى الناس لبعضيها وخيرا تعمل شرا تلقى. فراجو قال له خيرا ايه وشر ايه اللي انت بتتكلم فيه يا عم انت التاني؟ اولا المثل اللي انت استخدمته ده في مكان مش مكانه، تاني حاجه بقى اني مش بحب النوع ده من الناس الصراحه، شويه حسالة بيخبوا ضعفهم على حساب قوه غيرهم وحاجه عره على الاخر. بس ما علينا من الرغي ده كله، انا عارف انك في الاول والاخر بشري عره انت كمان، واستحاله تكون مصدق اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي، فالحرق كتير ملهوش لازمه. فالواد جيرو قال له ليه بس يا عم، انا ممكن يكون اللي قلته مش منطقي بالنسبه لي، ولكن ده مش معناه انك بتحور يعني، وبعدين يعني انا واحد بيكلم الحيوانات فاكيد شويه منوكي مش هيعملوا لي قلق. اما بقى في نفس الوقت ده كان في بنت غريبه واقفه في المكان اللي جيرو لقى فيه راجو وبتكلم الزعيم بتاعها عشان تديله تقرير بكل اللي تعرفه، وقالت له انا شكلي كده قدرت اوصل لاول طرف في الخيط، لاني في وسط الغابه لقيت بقعه دم غريبه، وبعد التحليل قدرت اوصل انها فعلا من دم راجو، واحتمال كبير انه يكون في مكان هنا مستخبي او حاجه. فقال لها انت كده عملتي اللي عليكي وزياده، ارجعي لي بقى وانا هبعت فريق بحث متخصص للمكان بتاعك ده. ولكن شكل الليله اكبر مما توقعنا، لان البت دي ما كانتش لوحدها في المكان، وشكل في ناس كتير عينها على راجو ومش ناويه تحله. بس لا مؤاخذه بقى هنضطر ناجلكوا الوقت تاني عشان راجو مش فاضي دلوقتي، لان جيرو كان ماسكه في الحمام عمال يحمي فيه، وكان ناقص يطلع كليته يغسلها ويرجعها. وطبعا الموقف اللي هو كان فيه ده بالنسبه لواحد باهميه راجو كان وضع كارثي، لكن جيرو كان عايش اسعد لحظات حياته، لان قال له تصدق يا راجو قعدتي دي بتفكرني بناتشي، وناتشي ده كان كلبي القديم واول كلب عشت معاه فتره كبيره حرفيا، واني وقت ما كنت برجع من المدرسه زمان الدنيا كلها دايسه على وشي وهدومي مبهدله وجسمي كله تعوير بسبب ضرب العيال ليا، الحاجه الوحيده اللي كانت بتنسيني كل ده هو ان اقعد واحمي ناتشي كده، وكل ده كوم وشكره ليا بعد ما خلص كان كوم تاني، ودايما كان يقول لي انك عندك موهبه المساعده، وكانت تفضل تطلب مني ان اشارك الموهبه دي مع كل الناس اللي حواليا. وبعد ما اليوم خلص وفي نص الليل راجو خد قراره، قرر انه يودع جيرو برغم انه عارف انه مدين ليه بحياته كلها. واول ما نزل وقرر انه يبعد عن المكان ده تماما لقى جيرو بيقول له يعني هي المرضيه اللي على المسا دي هتنفع يعني؟ فالقط قال له يخرب بيت العيشه، انا مش سايبك نايم فوق زي الخروف يا عم انت. قال له يا عم مش وقت استغراب، انت فاكر نفسك رايح فين؟ هو دخول الحمام زي خروجه في الزمن ده؟ فراجو قال له رايح فين ولا جاي منين دي حاجه مطلقه. فجيرو قال له امال تخص مين وانا اللي انقذتك بايدي. فراجو قال له هو حد كان طلب منك المساعده يا عم انت كمان؟ انت قررت تساعدني عشان انت عايز كده، فبلاش والنبي تعيش عليا دور المنقذ عشان مش هياكل معايا. فجيرو اتعصب وبقى على اخو وقال له بقول لك ايه، انا ما اعرفش انت قصتك ايه بالظبط، بس لو فاكر الطريقه دي هتنفع معايا يبقى انت ما تعرفنيش كويس. وهنا كان الوش الحقيقي الراجل ظهر وقال له انت اللي ما تعرفش انا مين كويس يا بشري، كلمه كمان وهخليك اخر حاجه تفتكرها هي السواد اللي هتشوفه مني والعذاب اللي هعيشهولك. انا منوكي من طائفه اكل البشر، والعالم اللي انا جاي منه انت ما تعرفش عنه اي حاجه، فاحسن لك سيبني في حالي وشوف حالك يا ابن الناس. لحد ما سمعوا صوت حد بيقول لهم لا مؤاخذه هقطع القعده الرومانسيه دي. الراجل بتاع الغابه الغريب وصل، وراجو اكتشف انه في مصيبه حرفيا. اما جيرو فقال للراجل الغريب ده شوف يابا انت رايح فين عشان الواحد على اخر ابوس ايدك. فقال له طلبتها ونلتها يا بشري. فجاه الراجل بدا يتحول بشكل غريب، واول ما هجم على جيرو راجو قرر يسحب الراجل ده بعيد عنه عشان ينقذه. وخلاص الواد جيرو بقى في حاله صعبه، نبضات قلبه بتعلى وخوفه بيزيد، وكان في حاله عمره ما عاشها قبل كده، وشكل الغضب اتملك منه وهيخليه يعمل حاجات اكيد انه هيندم عليها. اما بقى عم راجو فكان بيلعب سابق ولاحق مع الراجل اللي قد ضرفه الباب ده، عمال يحاول يهرب من مكان لمكان، ولكن الراجل بيجري وراه كانه كلب مسعور ومش عايز يسيبه. وفي نص الطريق الراجل قرر انه يشغل دماغه، وفي حركه واحده قدر انه يقطع الطريق على راجو وزنقه في مكان الهروب منه مستحيل. واول ما راجو وقف قدامه الراجل قال له ليه الفرهده دي كلها بس؟ خليك حلو وهادي كده وتعالى معايا بالذوق، خاصه يعني اني مش عايز على اخر الزمن اقتل واحد من صحابي. فراجو قال له قال صاحب قال بلاش
تعملهم عليا، انت وامثالك كل اللي هممكم انكم تاخدوا مني كل ذره قوه مش اكتر، وادام عايزين قوتي للدرجه دي يبقى تعالوا خدوها مني بالعافيه. وفعلا راجو بدا يتحرك، وفي مقابله هجوميه شرسه بين الاتنين صعب ان حد يطلع منها سليم. وقبل ما المصيبه تحصل جيرو قرر انه يخلي المصيبه مصيبتين، ونط بسيف ابوه على ايد الراجل الغريب ده، جرحه جرح مش طبيعي. الراجل بقى دمه بيتصفى وعمال ينزف، اما راجو فعمال يقول له ايه اللي انت عملته ده، الله يخرب بيتك هتروح في داهيه. فقال له انك لو مت دلوقتي يبقى كل اللي عملته عشان انقذك ملهوش لازمه. قال له افهم يا حمار، دي مش خناقه شارع ولا مدرسه، دي حاجه اكبر منك بكتير صدقني. بس الوقت كان فات، الراجل الغريب ده الشر ظهر في عينه وبدا انه يتحول بشكل اغرب وكانه وحش مفترس. وبرغم كل ده جيرو واقف قدامه وبيقول له انا جاهز ومش خايف، وان لو الزمن رجع بيا 100 مره هعمل نفس اللي عملته وانقذ راجو، واني حتى لو هرب دلوقتي انت اكيد هتفضل ورايا. فالوحش الغريب ده قال له جدع عياط، بشري ولكن بتعرف تفكر، وكمان عاجبني فيك قوي انك واقف قدامي وحتى مش خايف من هيئتي. بس جيرو قالها بدل المره قال والعمر واحد والرب واحد وهي موته مش اكتر. وفي غمضه عين الوحش بدا انه يهجم عليه، ولما افتكر انه قدر يأذيه جيرو طلع زي الاسد ومستنيه. واول ما حاول انه يهجم عليه حصل اللي محدش كان عامل حسابه، الوحش المفترس اللي جيرو كان واقف قدامه اخترق قلبه بدون اي رحمه. جيرو بينزف وخلاص بيطلع في الروح، وحتى لما قدر انه يفلت نفسه قبل ما يموت كانت خلاص النهايه اتكتب. النجاه من طعنه زي دي شيء مستحيل، حتى المعجزات السحريه تعجز عنه. الوحش بيقول له قلت لك ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، ولكن الكلام ما بقاش ليه اي فايده. الكلام مش هيأثر في جثه هامده ولا بتسمع ولا بترد ولا حتى ليها وجود. ولما راجو قرب والحزن والانكسار مالين عينه، الوحش قال له بست يا عم راجو، هطلع جدع معاك واسيب لك جثه البشري بتاعك ده تاكلها ومش هطمع فيها، خاصه يعني ان شكل دمه خفيف وهتبقى وجبه تحليه كمان. ولكن راجو مش قادر يتحمل، وبغضب شديد قال للوحش انا مش عايز اسمع منك كلمه واحده، وعايزك تعرف كويس انك من دلوقتي ميت يعني ميت. وبقى عمال يقول لجيرو والله انا ما كنت اناني، انت افتكرت اني مشيت عشان مصلحتك، ولكن انا مشيت عشان مصلحتك انت يا غبي. وبرغم اني حذرتك بدل المره 1000 ولكن فضلت مصمم انه تحط نفسك قصه اكبر منك بكتير. ايه اللي حصل بعد ما انا شفت دماغك وعملت اللي انت عايزه؟ اديك ميت قدام اهو، ميت وخسرت كل حاجه وخسرتني معاك. وبرغم اني دلوقتي ممكن اكلك واستخدم جسمك ده لصالح، لكن انا مش هعمل كده. انا لاول مره هخلي الايه تلف في عالم النور واخليك انت اللي تاكلني. وفجاه راجو اتحول لضباب اسود غريب. الوحش التاني بقى مصدوم وبيقول له بتبيع المنوكي عشان مجرد بشري يا قذر؟ بس خلاص راجو خد قراره، وفي وسط اعصار من الرماد الاسود بدا انه يخترق جسم جيرو بشكل مش طبيعي. حتى البت اللي كانت بتدور عليه شافت المنظر، والزعيم بتاعها عرف انهم في مصيبه. الوحش مش مصدق ان راجو قرر يخلي بشري يتحكم في قوته. جيرو بعد ما كان مجرد جثه هامده قام وقف على حيله وسط قوه عمره ما تخيل حتى انه يمتلكها، كارثه حرفيا. راجو كتب الهلاك على كل المنوكي بتسليم قوته البشري. اما جيرو فمبقاش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، مش فاهم ازاي الجرح اللي في جسمه اتلم بالسرعه دي، حتى الهالات الشيطانيه اللي حواليه مش عارف هي ايه بالظبط. لحد ما راجو بدا يكلمه من جوه عقله، وفجاه الوحش الغريب ده بدا انه يهجم عليه بقوه مرعبه. ولكن جيرو بقى بيتفادى الهجمات بمهاره غريبه، هو نفسه ما يعرفش انه قادر عليها. وبقى بيحاول يفهم اللي بيحصل بالظبط من راجو، ولكن راجو قال له مش وقته، والاهم دلوقتي اننا نخلص على الحيطه اللي قدامك ده. جيرو وهو عمال بيحاول ينفد بجلده بقى عمال يقول له ده كله ازاي يعني؟ قال له خد قرار ومالكش دعوه بحاجه، وان ايد العون همدها ليك وهتقدر تعمل ده. فعلا جيرو خد قرار، واول ما الوحش قرب منه هجم عليه، وهالات الشر كونت قبضه دمرت الوحش في هجمه واحده. جيرو مصدوم ومش مصدق، الوحش العملاق اللي كان يعمل منه 3 ولا 4 بقى بيتبخر قدامه زي الرماد. واول ما حاول يفهم من راجو اللي بيحصل بالظبط لقى سكينه مرفوعه عليه، والبت قالت له حركه واحده وهشغل لك الجحش. ولا مش هي وبس، ده كمان الزعيم بتاعها وصل وشكلهم مش ناويين يحلوا جيرو النهارده. واول ما وصل قال له الصراحه ما توقعت كل ده يحصل. فجيرو قال له انت شكلك يا تبع الواد العملاق ده. فالزعيم قال له ليه بس الظن الوحش ده؟ وفجاه ظهر حواليه كميه كبيره من الجنود، وقال له ان احنا مش منوك، وان احنا جهه حكوميه تحت مسمى مكتب التجسس. وطبعا الواد ما بقاش فاهم اي حاجه، وكان الرد عليه من البت قاسي حبتين. واول ما فقد الوعي بقى عباره عن عجينه في ايدهم يعملوا فيه اللي هم عايزينه. وفي اللحظه دي اتشي امرت رجالتها انها تشيل الواد ده وتمشي بيه، ولكن بعد اللي شافوه ده حقهم يبقوا خايفين الصراحه. ولكن هي بنت المجنونه دي قلبها ميت، وجت وسحبته من رجله زي الخروف، ورجالتها بقوا واقفين متنحين. واول ما جيرو فاق لقى نفسه في مكان ابيض فابيض وملهوش اي ملامح. قالك بس انا كده خلاص ودعت الملاعب بدري بدري. ولسه جاي يتحسر على شبابه اللي ضاع سمع صوت بينادي عليه خير اللهم اجعله خير. لقى راجو في وشه انت كمان مت زيي ولا ايه يا عم القط انت كمان؟ فالقط قال له يا عم تنيل مت ايه وبتاع ايه بالخرم اللي شبه زرار القميص اللي في صدرك ده. واول ما الواد بص على نفسه
وشاف الجرح المميت ده فجأة وكأن دماغه جابت شاشة وفصل عن الدنيا تماما. واول ما قام قال لنفسه يخرب بيت امي دي شغلانة، كابوس المنيل ده كمان على الصبح. ولما قام بص على صدره كان مكان الجرح موجود ولكن عليه العلامة الغريبة بتاعت راجو دي. فايتش قالت له صباحية مباركة عروسة، ايه كل ده نوم؟ فاكر نفسك في شهر العسل ولا ايه؟ فقال لها انت مين يا ست باربي انت كمان؟ قالت له ريح انت واستنى على جنب والنبي. واول حاجة عملتها انها كلمت الرئيس بتاعها وقالت له ان الجثة فتحت عينها اخيرا. وطبعا جيرو قاعد هيتجنن ومش فاهم ايه النيلة اللي هو فيها دي، لحد ما فجأة ظهر راجو في هيئة القط بتاعته ولكن كان عبارة عن هالة شيطانية غريبة. وطبعا اتش اول ما شافت المنظر ده قدامها اتصدمت وكأن دماغها اتجمدت. ولما الرئيس بتاعها وصل المستشفى العيال صوتهم كان خارج بره الأوضة اساسا، فدخل وقال لجيرو حمد لله على سلامتك يا وحش، اي حد غيرك لو كان في الموقف ده استحالة كان يقوم منها. وانت ياض يا راجو طمني عليك عامل ايه صحيح؟ قال له بس ياض انت بوشك ده، وبعدين انت ايه اللي جابك هنا؟ انت هتصاحبنا ولا ايه؟ وتقريبا كده يا ابطال العشيرة راجو خلقه ضيق عن الطبيعي حبتين. المهم ان الراجل ده قال لهم عامة انا اسف ان ده كله ما عرفتش نفسي، انا شيا والبت اللي جنبي دي هي اتشي ودراعي اليمين واحنا كده على بعض من مكتب التجسس السري. فجيرو قال له حصل لنا الشرف والله يا معلم، اتمنى بقى تفسر اللي بيحصل ده عشان انا خلاص جبت اخري. فقال له بالراحة علينا يا عم جيرو هتعرف كل حاجة، وبصراحة انا مش عارف ابدا منين بالظبط بس خليني اسالك لو تعرف الاونيو. قال لهم مش قوي بس سمعت عنهم يعني، وان دول مجموعة من العملاء السريين اللي بيشتغلوا مع شوجو ايدو. قال له عليك نور يا قرد يا ابن القرود، عرفت ازاي؟ المهم بقى ان دول مع الوقت اتحول ولائهم مع الوقت للحكومة الجديدة، ومن ساعتها فضلت المنظمة دي قايمة تحت مسمى مكتب التجسس، ومن ساعتها واحنا شغالين جوه وبره المنطقة بتاعتنا، وهدفنا الاول والاخير هو اننا نلاقي المونوكي ونخلص عليهم. وان في الطبيعي ان المونوكي نادرا لما بيعملوا مشاكل فشغلنا مش كتير، وانت عارف اليومين دول صعبين، فقلنا نقلب اكل عيشنا في حراسة كبار المسؤولين والمنظمات الكبيرة. لحد من كام يوم كده حصل على واحدة من المقرات بتاعتنا هجوم من عصابة من المونوكي، وان الصراحة كده ومن غير ما اكمل الكلام اللي ختمنا عليه جوه المقر ده كان راجل اللي ساكن جسمك دلوقتي. فقال له انا كده قلت لك كل حاجة، اعتقد اقل ما فيها اسال انا كمان سؤال عشان افهم برضه، واهم حاجة تقول لي ازاي حصل كل اللي حصل معاك ده. وبعد ما حكى ليهم كل حاجة حصلت البت اتش كانت عاملة زي البركان اللي بيغلي وعمالة تقول له ان لو دماغك فيها صينية بطاطس ما كنتش هتفكر انك تنقذ مونوكي. فالزعيم قال لهم انتوا سايبين المهم وماسكين في التافه انت وهو، اهم حاجة دلوقتي هو ان عم جيرو ارتبط براجو خلاص، وان المشكلة الكبيرة بقى انكم هتفضلوا مرتبطين بالحال ده طول العمر، وان مفيش اي طريقة نعرفها او حتى سمعنا عنها نقدر اننا نفصلكوا بيها عن بعض، وعشان كده الحل الوحيد عشان نحميك من المونوكي اللي بيطاردوا راجو دول اننا ناخدك نحميك. فجيرو قال له لا سمح الله يعني حد قال لك اني ما عنديش حياة؟ فالزعيم قال له لا يا عم ما تقولش كده، انت كان عندك حياة بس خلاص احنا قدمنا للشرطة بلاغ بانك مفقود، وما تفتكرش اننا ابطال من بتوع السيما، انا مش سوبرمان لا مؤاخذة هلبس هدوم الداخلية على البنطلون، احنا بشر زي اي بشر وبنعمل اللازم عشان المصلحة العامة. وبعدين انت مش عيل صغير، انت المفروض تتحمل مسؤولية اللي انت عملته وما تحاولش تعمل حاجة كده ولا كده، المستشفى دي تبعنا والحراسة مشددة عليك في كل مكان. وطبعا الواد بقى مصدوم وعمال يتحايل عليهم ولكن ولا هم هنا، واول ما سابوه لوحده الواد بقى قاعد بيكلم نفسه ولا المجانين وعمال يقول وربنا ده ما اي حاجة الا حبس انفرادي. قال لك حراس قال ده انا لو حرامي غسيل مش هيعملوا معايا كده. فراجو قال له بقول لك ايه يا عم انت جاي تاكل دماغ ابونا ولا ايه؟ محدش قال لك تنقذني يا عم. فقال له ما هي ناقصاك يا عم راجو انت كمان، مش ناقص الا قلت يديني محاضرة في ام الليلة المهببة دي. قال له يا عم ولا تديني ولا اديك، انا بقول لك ان اللي بتعمله ده كله ملهوش لازمة، وانك هتقعد تندب حظك وهم هيعملوا اللي هيعملوه حرقك ده كله مش هيفرق معاهم في اي حاجة. وبعدين انت فاكر ايه يعني؟ انت شايف ان شوية الشباشب اللي كانوا واقفين معانا دول عندهم قلب اساسا؟ تبقى راجل لا مؤاخذة بريالة لو فاكر انهم هيعملوا حساب ليك ولا الخطرة. ده غير بقى انك كل ده كوم وانك لسه هتعيش في قرف المنوكي اللي مخصمين معايا دول كوم تاني، لانهم عارفين اللي فيها وعارفين انهم هيضطروا يواجهوا المكتب فيعملوا اي حاجة تتخيلها او ما تتخيلهاش. فالواد جيرو اتجنن واتعصب على الاخر وقال له يخرب بيتكم كلكم، كل الناس بتتكلم انها فاهمة كل حاجة وتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، اشربوا من البحر انا هعمل اللي انا شايفه بس، واني خلاص قررت امشي طريقي وعلى كيفي. فراجو قال له هتروح فين وتستخبى منهم يا اسك اخواتك؟ قال له لا ما انا مش ههرب، انا هطلع كلهم كلهم علقة تعرفهم مين هو جيرو. وفعلا مفيش دقايق والحراس سمعوا صوت غريب في الاوضه، واول ما فتحوا الباب ضربت في وشهم ماسوره من الغربان غريبه، والواد فتح على الرابع وقال لهم سلام يا ولاد العبيطه. والحراس بقت مش عارفه تتحرك بسبب الغربان اللي عماله تنقر فيهم، والوضع كان مصيبه بالنسبه لهم. اما عم جيرو فكان خلاص خلع وبعد عن المكان
المكان تماما، وجمع الغربان اللي ساعدته دي وقال لهم وربنا انتوا اجدع من السقا نفسه، وانا عندي وعد ادي الاكل بتاعكم كلوا وروقوا على نفسكم ومحدش يحرم نفسه من حاجه. فراجو قال له يلا بقى يا عم اسد الغابه انت اللي مش فارق معاك حاجه. قال له ريح دماغك انت بس وانا هتصرف، بس الاهم ان في حاجه لازم اعملها قبل كل ده. وفعلا خد راجو وطلع على البيت بتاعه. قال له اصل الصراحه كده انا مش عايز الحاج يقعد قلقان عليا. فراجو قال له والله انت عيل محترم، بس تفتكر بقى هيصدقك لو قلت الحقيقه؟ قال له يا عم ده جدي اكيد هيصدق، انت ما تعرفوش ده دماغه لاسعه زيه زيي. ولسه داخل لقى الحاج وراه وقال له اهلا بالسنيوره بتاعتنا، كنت فين يا شمام يا صايع لحد دلوقتي؟ فجيرو قال له والله يا حاج ما اكدبش عليك يعني حصل كام حاجه كده، وشرح الحوار ده معقد شويه. فمن غير ولا كلمه سابه ومشي. فالواد قال له انت رايح فين يا عم انت كمان انا بكلمك؟ قال له تعالى ورايا يا شبشب انت من غير ما اسمع لك ولا كلمه. والواد بقى ماشي وراه زي الجزمه مش بينطق من مكان لمكان، عمال يقول له يا عم طب فهمني احنا هنخلص الحوار ده امتى ولا هنوصل لفين اساسا؟ فقال له لا ما تقلقش احنا خلاص وصلنا في مكان محدش يقدر يحوشني فيه، وبواحده غشيمه عليها القيمه اداله في وشه لحسه التراب. فالواد قال له طب ليه الغشامه؟ طيب خليني احكي لك اللي حصل يا حاج. قال له بلا حاج بلا زفت، انت فاهم اللي عملته ده مصيبه عامله ازاي؟ فقال له يا حاج والله كان غصب عني ولسه جاي يحكي له. قال له ما تحكيش انا عرفت كل حاجه، كمان عرفت ان في منوك استولى على جسمك، ده انا حتى عارف ان مكتب التجسس قلب عليك الدنيا دلوقتي. فالواد اتصدم وقال له انت ايه يا عم مخاوي ولا ساحر ولا ايه بالظبط؟ عرفت كل ده ازاي وامتى؟ قال له هو ده اللي فارق معاك يا جاهل يا عديم المسؤوليه؟ بس على العموم انا كنت عضو سابق في مكتب التجسس، ولما اقول لك اللي انت فيه ده مصيبه لازم تفهم اني مش بكبر الموضوع. وفي اللحظه دي راجو اضطر انه يظهر عشان يحسن الموقف ده شويه ويلم الدنيا. فالراجل قال له انت بقى يا عم راجو مش كده، فعليك انت تظهر قدامي بعد ما خدت الواد اللي من لحمي ومن دمي مني، بس العيب مش عليك، انا اللي معرفتش اربي وطلعت واد عره زي ده، ولكن احنا لسه فيها وانت قدامي وانت لسه قدام اهو، فخلينا اصحح الغلطه بنفسي. وفعلا عم الحاج استعد للقتال وبشكل مرعب وعينه بقت بتشع شر واستحاله يكون ناوي يهزر. ولسه الواد جيرو جاي يقول له اهدى يا عم الحاج اللي انت بتعمله ده ما يصحش، ولكن الراجل ما تفهمش ونط اداهم واحده سوبر سوبليكس ونزل عليه كان ناقص يخرم الارض ويطلع منها بترول. فرجا قال لجيرو يخرب بيت معرفتك يا اخي، كان لازم يعني بر الوالدين ينقح عليك وتجيبنا للمجنون ابن المجانين ده. قال له ريح ياض وانشف كده، احنا لسه بنسخن وانا متعود على الوش ده منه من سنين. ومفيش غمضه عين والراجل كان اتبخر من قدامه وبسرعه مش طبيعيه بقى نازل في جيرو ضرب ما كلوش حمار في مطلع، والواد اتشخرم وبقى بيجيب دم من كل حته. وقال له مش قلت لك انت عار على العيله؟ فنون القتال اللي العيله دي كلها ورثتها هي دي النتيجه بتاعتها، ومش بس قادره تقتل البشر دي قادره تخلص على المنوك اللي جواك كمان. ولو فاكر اني هتردد ثانيه واحده ان اقتلك تبقى غلطان. وجري عليه وفي هجمه قاتله راجو قرر انه يشكل حاجز دفاعي يحميه بيه، وراجو بقى عمال يقول له فوق يا غبي جدك هيموتك بجد، ولكن انا معاك ومش هسمح له يعمل كده. فجيرو قال له اياك تفكر تتدخل تاني، وانا قلت لك انك ما تظهرش ولا تتدخل في اي حاجه لحد ما انا اللي اقول لك. وفعلا راجو اختفى اول ما قال له. شكل جيرو ناوي يقف بطوله ومفيش اي حاجه فارقه معاه. واللي بيحصل ده ما كانش غريب على ابوه، لان الواد جيرو من يومه وهو عامل زي القرد وعندي، لدرجه انه لما كانت بتقفل معاه يساعد حيوان كان بيطلع له بنفسه فوق الشجره عشان ينزل في امان. ولولا ابوه كان دايما محاوطه بسبب خوفه عليه كان زمان الواد جيرو ده مات ناقص عمر من بدري. وابوه ياما كان بيحاول انه يفهمه الصح من الغلط، حتى لو ده كان بيضطر انه يبقى عنيف اوقات كتير. بس طبعا جيرو عمره ما فهم ان كل ده لمصلحته وبسبب خوفه عليه مش اكتر. ودايما بعد كل خناقه ومشاكل مهما كانت حجمها كان دايما بيحاول انه يحسسه بالحب والخوف ده عشان ما يخسروش بعض ولا يبقى بينهم كره دايم. ولحد اللحظه دي فضل ده موجود. وابوه قال له اخر مره هقول لك ان دي مش مجرد غلطه صغيره وهصالحك بعدها، انا بحبك وبخاف عليك، ولكن النهارده قررت اني ما اعديهاش الا بالدم. وانا مش بعمل كده عشان بكرهك، انا بعمل كده عشان العالم اللي انت دخلته ده مفيش فيه الا اختيارين، يا تقاتل للنهايه يا تغرق في دمك وتموت. لازم تعرف اني جاي من هناك وبقول لك انت ادام رجلك بقت في المكان ده ايدك وروحك هيتلطخوا بالدم طول حياتك، هتعيش تقتل وتصارع كانك في غابه عشان لو غفلت ثانيه واحده هيموتوك. دي الحياه اللي انا عشتها وكنت عايز ابعدك عنها واحميك منها، كل اللي كان نفسي فيها احافظ عليك قبل ما رجلك خط الجحيم. فجيرو قال له حقك يا حاج، انا عارف اني غلطان وغبي وساذج كمان، بس تعرف حاجه برغم كل ده انا مش ندمان على اي حاجه عملتها، وزي ما دخلت في اللي ما يخصنيش وعملت مشاكل كبيره انا برضو اللي هفهم كل حاجه واخرج نفسي من المشاكل دي. واول ما قال لابوه كده الراجل اتعصب وقال له انت عمرك ما هتفهم، وجري زي الوحش وكانه كلب مسعور عشان يكسر له عظمه ويعلمه الادب. الواد جيرو ما تهزش لو خطوه واحده ووقف قدامه زي الجبل، ومن قوه الضربه الواد بقى عمال يجيب دم من كل حته وكانه بيتخانق مع ابراهيم الابيض. وراجع عمال يقول له انت بتفكر ازاي ياض انت هيموتك لو فضلت واقف كده. فابوه قال له انا هقول لك. جيرو عايز يثبت له انه بقى قوي وقادر يتحمل مسؤوليه
مسؤولية نفسه، ولكن ما يعرفش انه مهما حصل هفضل شايفه نفس العيل الصغير عديم المسؤولية الضعيف. فجيرو قال له عندك حق، وزي ما قلت اني مش كفاية واني ضعيف، ولكن احب اقول لك اني ما بقتش لوحدي من النهارده، وان انا وراجو بدأنا الطريق ده سوا وهنخلصه سوا ونساعد بعض. وطبعا ابوه بقى واقف متنح قدامه ومش عارف يقول له ايه ولا ينطق بكلمة واحدة حتى. الراجل مستغرب، هل ده فعلا ابنه اللي هو يعرفه ولا العمر جري بيه وبقى قدامه شخص ما يعرفوش؟ وعشان كده الراجل قرر يستسلم للامر الواقع. قال له زي ما انت نفس الواد العنيد اللي دماغه ناشفه وعايزه ضرب الجزم، بالصراحه كده انا اقدر اقول لك دلوقتي ان انت فزت، وشكلي كده محتاج اعيد حساباتي، لان بعد السنين دي كلها اتوقع انا الطرف اللي هيكون محتاج يتغير ويبقى اقوى. الطريق قدامك اشارته خضرا يا جيرو، اعمل اللي انت عايزه وعيش الدنيا على كيفك، وانا مش ناوي اقف في طريقك من هنا لحد ما الموت يفرقنا. وفي اخر اليوم وبعد يوم زي ده كان محتاج دش ينسيك الكابوس اللي كان عايش فيه ومش راضي يخلص ده. فراجو قال له لا مؤاخذه بس هقطع دش الصباحيه بتاعك ده واسالك، انت ناوي تقعد زي خالتي كده كتير؟ شكلك نسيت المصيبه اللي احنا واقعين فيها والدنيا مقلوبه علينا بره دي. قال له بقول لك ايه يا عم راجو، ما تعكننش اللي خلفونا على المسا، ما بقاش طالع عين امي بره البيت كل ده وتيجي انت تقعد تقطمني في الحبه اللي برتاحهم عشان عقلي ما يطيرش مني وما تجننش. وبعدين انا الصراحه عايز اتاسف لك يا راجو، انا حاسس اني عملت لك مشاكل اكبر من اللي كانت عندك وبوظت لك الدنيا على الاخر. فراجو قال له يا عم هي جت عليك، ما هي كده كده بايظه، ده انا من يومي حظي شبه وش رجلي ومنيل على الاخر، بس كل اللي عايز اقوله لك انك لازم تعرف ان لكل شخص حدود، وانت باللي بتعمله ده بتدور على باب الموت بنفسك وبتخبط عليه ومصمم انك تدخله باي طريقه. وما تفتكرش اني خايف عليك، انا ماليش في التلزيق والكلام ده، انا بس مش عايز انقاذي ليك واني لبستك طول حياتي ده يروح على الفاضي بسبب غشامتك. فقال له والله يا عم راجو انت عسليه وانا حبيتك، وبرغم اني مش عارف انت عباره عن ايه بالظبط، لكن كل اللي اعرفه ان مصيرنا دلوقتي بقى واحد، وشكلنا قدامنا طريق طويل مستنينا وهنمشي سوا. اما ابوه في اخر اليوم كان بيكلم حد في التليفون وكان بيتفق معاه ان في عربيه هتوصل لحد البيت عنده عشان تحل له المشكله دي، والحد ده ما طلعش غريب ولا حاجه، رئيس مكتب التجسس هو اللي طلع بيتكلم معاه وقال له الصراحه يا حاج انا اول ما عرفت انه جالك البيت قلبي ارتاح، والصراحه كده انا الواد ابنك ده يلزمني، اصله بيفكرني بيك، شخص طموح ودماغه ناشفه ولما بيحب يحقق حاجه بيحققها، وانت عارف بقى في شغلانتنا دي الحاجات اللي فيه دي كلها هي المطلوبه. وتاني يوم الواد جيرو بدأ يلم حاجته عشان هينتقل مع مكتب التجسس ده. فراجو قال له لم كل حاجه مهمه بقى، الله اعلم لو هتشوف المكان ده تاني ولا لا اساسا. جيرو قال له يا عم انا حيلتي حاجه، ده هما تيشيرتين واحد منهم اتقطع وانا بنقذك وهاخد التاني وكده زي الفل. واول ما خرجوا كانت اتش وصلت ومستنياهم، قالت له اني من دلوقتي انا الحارسه الخاصه ليك والمراقب بتاعك، بمعنى اصح هدفي الوحيد ان اقفشك لو حاولت تلعب بديلك كده ولا كده، ويلا بقى عشان العربيه مستنيه، ده لو ما عندكش اسئله عايز ترجي فيها قبل ما تركب عشان ما تصدعنيش في الطريق. فقال ابوه شكلي كده هضطر امشي واسيبك يا عجوز. قال له يلا مصلحه، ولو جات لك فرصه انك ما تموتش حاول ما تضيعهاش، يمكن احتاجك قدام. قال له يا عم انت اللي رجل جوه ورجل بره، اهتم بصحتك عشان مش فاضي اجي احضر عزاك انا. واعتقد ان الحب والاهتمام في عيلتهم كان واخد طريق مختلف عن اللي البشر متعودين عليه. اما الواد جيرو اول ما رجع العربيه البت اتش لبسته كلبشات، فقال لها ده ايه ده لا مؤاخذه يا ابله، هو انا حرامي غسيل ولا ايه بالظبط؟ قالت له انت قاضي يا مقرف، مش قبل ما نركب قايله لك مش عايز اسمع صوتك طول الطريق؟ قال لها يا ست هو انا بغني لك؟ قالت له لا يا ابو دم خفيف، انت من دلوقتي ما بقتش بشري وتعتبر مصدر خطر على اي حد حواليه، افهم انك بقيت من المنوكي واحنا اصلا اختصاصنا نمسك امثالك، فلازم تبقى حاطط ده في الحسبان. فالواد قال لها وربنا انا ما عارف ايه اللي رماني الرميه السودا دي، بس كل اللي متاكد منه انك عندك حاجه في دماغك، واعتقد انها وصلت له رساله مضمونها قاسي حبتين، وانه لو ما احترمش نفسه مش هيعرف ياخد نفسه وهتطلع روحه في ايدها. وقالت له ان كلامك معايا يبقى ليه حدود وتعرف انت بتتعامل مع مين، ونصيحه مني بلاش انا عشان ما نزعلش من بعض. وطبعا وسط الدرمغه دي كلها رجل رايق قام وقال لهم ايه يا جدعان الدوشه اللي انتوا عاملينها دي، يا ريتني كنت لبست واحد رايق عشان اعرف انام لي حبتين. فجيرو قال له انت الطول يا ابن القطط انت. فرجل قال له يا عم سيبك مني دلوقتي، المهم ايه حوار البت الصغيره اللي بتحرسنا دي، شكل العمليه خابت على الاخر ومكتب التجسس ده مفيش فيه عماله كفايه. فالبت قالت له ربنا حطك في قفص واقفل عليك يا قط يا قذر انت. قال له الحق دي طلعت بتعض وتخربش. وفجاه في نفس اللحظه دي الجو كان بدا يقلب ضباب بشكل غريب، ولسه السواقين بيشوفوا الدنيا فيها ايه لقوا الطريق مقطوع عليهم وحد طير رقبه واحد فيهم وعملوا حادثه ما يعلم بيها الا ربنا. فاتش قالت لهم شكلي في قلق بره، انا هخرج اشوف في ايه بالظبط وانتوا محدش يتحرك من هنا. واول ما خرجت اكتشفت ان الطريق عداهم من وسط منطقه طائفيه، ولسه بتبص حواليها لقيت 2 غراب بيقولوا لها مرحب بالحبايب يا قطه، 2 من المنوكي بياكلوا لحم السواقين قدام عينيها. فواحد منهم قال لها والله العظيم اللي احنا فيه ده وكسه، يعني ال2 السواقين ما فيهمش الا شويه عظم وجلد وقلنا ماشي.
ماشي، بس حتى البت اللي معاهم تطلع قزمه وشبر ونص بالمنظر ده. فاتش قالت له خلصت يا اقذر المخاليق يا حساله، خليني بقى اوريكوا القزمه اللي مش عاجباكوا دي هتعمل فيكوا ايه بالظبط. وفجاه بطريقه غريبه البت لبسها اتغير وكانها ظهر منها النسخه بتاعت المشاكل والنوش. وطبعا الاتنين التانيين ما صدقوا، والواد قال لصاحبه يلا بينا يا تخه شكلنا هنتعشى عشا خفيف النهارده. وفجاه من وسط ضباب غريب ومش طبيعي العيلين اتحولوا لوحوش شكلهم مخيف يا ابطال. والبت ما سمتش عليهم، طلعت سلاحها وفي هجوم سريع منهم عليها بقت تحاول تتفادى باي طريقه. وقبل ما يعملوا عليها كماشه بالسكينه بقت بتقطع في تخها وكانها جزار. ولكن ده خلاها تلاحظ اكتر من حاجه، تخها بطيء ولكن ناشف زي الحجر، اما التاني فعلهوله ولكن سريع بشكل مقرف. ولسه بتفكر هتبدا بمين فيهم، الواد المعصعص الصغير قال لها احنا لسه هنفكر، وبهجمه واحده خلاها تندم على اليوم اللي اشتغلت فيه الشغلانه دي. وطبعا جيرو وراجو قاعدين جوه مش فاهمين ايه اللي بيحصل بره وايه اللي بيتدغدغ ده، بس اللي راجو متاكد منهم انهم منوكي لانه حس بوجودهم اول ما دخلوا المنطقه الطائفيه دي. فجيرو قال له هو ايه المنطقه الطائفيه دي لا مؤاخذه يا كبير؟ قال له تقدر تقول عليه يا عم جيرو انه بعد منفصل. قال له ربنا انا ما فاهم حاجه، ولكن اللي متاكد منه ان نيله سودا على دماغي ودماغك وانك لازم تفكني باي طريقه. فراجو قال له كان على عيني يا نور عيني والله، بس الكلبشات دي مقاومه للقوه بتاعتي ومش هقدر ان افكها. وطبعا الواد جيرو كان هيتجنن وقال له ربنا لا اخرج اخليها تقلعها لي ويحصل اللي يحصل. فراجو قال له خد هنا وما تبقاش عبيط، هتقاتل عشان تحمي ناس خطفاك يا هبل، خليهم يقتلوا في بعض ويخلصوا على بعض احنا مالنا يا عم. ولكن جيرو لو الدنيا كلها بقت كده هو مش هيبقى كده. وقال له انا ما اعرفش الكلام ده، وكل اللي اعرفه ان في شخص بره بيقاتل عشان نبقى احنا في امان، واستحاله ان اسيبه كده واتفرج عليه. وفي اللحظه دي في هجوم قاتل من واحد من الوحوش، العربيه اتدغدغت والعيال خرجت منها وكانهم شويه كراتين. والوحش التاني ما صدق لقاهم وقال له يا فرج الله انت الواد اللي راجو استحوذ على جسمه ده؟ احنا لقينا جنيه دهب مرمي على الارض والله يا راجل. فجيرو قال لها طب ايه يا استاذه، مش شايفه ان جه الوقت تفكي لي شبكه الخطوبه دي قبل ما نتاكل؟ فقالت له انت بتحلم ياض، ولسه جايه تهزقه تخه نزل عليهم بهجوم مرعب ويا دوب هم فلتوا منه باعجوبه حرفيا. الواد جيرو بقى ناقص يلطم من الخوف وعمال يقول لها وحياه امك يا ست فكيني هموت. فالبت ما بقتش عارفه تعمل ايه وتتصرف ازاي، وفجاه وكانها فصلت عن العالم كله. وقت ما تمت الخمس سنين واهلها ما كانوش عارفين ازاي ان بنت هي اللي هتكون وارثة العيلة. وفي الوقت ده خدت عهد على نفسها انها تدرس وتتدرب وتعرف كل حاجة عشان تقدر تكون الوريثة باستحقاق، وعشان كده هي مصممة انها تكمل شغلها للاخر زي ما وعدت ابوها. ومع هجوم الوحش عليهم البت خدت القرار وجيرو بقى حر طليق، وبقوة مميتة استخدم راجو وهجم على الوحش من غير ما يفكر. اما التاني فلسه بيفكر فايتشي هجمت عليه وخلته يندم انه فكر اساسا. وبعد ما خلصوا على الوحوش كالعادة جيرو كان لسه عنده شويه مشاكل في الهبوط المفاجئ. فالبت اتشالت لهم يا عم الفالح قوم واوعى تفتكر اني ناوي اشكرك ولا حاجه. وطبعا راجو بقى مش طايق امها وناقص ياكل دماغها وقال له مش قلت لك كنا المفروض تسيبها تموت يا متخلف؟ فجيرو قال له اسكت ياض، اما انت فمش مستني منك حاجه، انت حمتينا واحنا انقذناكي وكده خلصانين، والمهم انك بخير وواقفه زي القرد قدام اهو. قالت له اولا القرد ده انت واللي شبهك، وانا عامه ليا اسمه واسمي اتشي، لو حابب تكلمني يبقى انطق اسمي عشان ما ازعلكش. اما شيبا بقى فكان قاعد بيكلم وشوش غريبة في مكان أغرب بكتير من كل اللي شفناه، وكان بيطلب منها إنه يكون فرقة جديدة وإن جيرو يبقى واحد من المحققين فيها. ولكن الوشوش الغريبة دي واللي شكلهم كده المسؤولين عن المكتب ده والله أعلم قالوا له أنت مجنون ولا إيه بالظبط؟ عايز تخلي شخص نص منوكي يبقى عميل سري عندك؟ فقال لهم افهموني بس، كده كده راجو ما طلعش منه أي حاجة تضرنا لحد دلوقتي، بس بالعكس ده تعاون معانا غير إنه باين أو إنه هدف العدو. فأنا شايف إن المنطق بيقول إننا في إيدنا طعم جاهز وكل اللي ناقص النهارده نصطاد بيها. اما بقى عم جيرو فهو واخدها ماشي مع اتشي قال لها انتوا بتتحولوا بقى ولا ايه بالظبط؟ قالت له لا احنا بنغير شكلنا بسحر الوهم، وبقى عمالين يرغوا في كل حاجه والكلام مش بيخلص. اما شيبا فكان عمال يقنع الوشوش الغريبه دي لدرجه انه قال لهم انه هيحطوا تحت التجربه على ضمانته، وانه ناوي يكون فرقه مكونه من 5 افراد، 2 من المبتدئين واتشي وجيرو وهو الخامس بتاعهم، وهيكون الفريق ده تحت مسمى الشعلة السوداء. واعتقد ان زمانهم شايفين الراجل ده مجنون وشكله هيترفض قريب. المهم بقى ان عم جيرو فبعد ما وصل كان قاعد بيفكر مع نفسه وان بعد حياته وعمره ده كله في اسبوع واحد تقريبا كل حاجه اتشقلبت، وبقى عمال يفتكر كل الاحداث اللي حصلت، وانه متاكد انه لو حكاها لاي حد عنده نص عقل حتى مش هيصدق الجنان ده. فهو واقف سرحان شيبا راح له قال له ايه يا بطل اتعودت على حياتك الجديده ولا لسه؟ قال له هو احنا لسه شفنا حياه؟ ده انا عمال اطلع من فحص لحد ما خلاص حاسس اني فار تجارب، بس على العموم يعني انا لسه دماغي مش مستوعبه. فشيبا قال له مش مستوعب
مستوعبه ايه بالظبط يا اخرة صبر انت. قال له هل هو ده فعلا المقر الرئيسي بتاعكم؟ فشيبة قال له اه يا عم، حظنا المنيل رمانا هنا، وبالرغم ان في مراكز كتير ومنظمات اقل اهميه مننا وعندها اماكن انضف من دي، بس نقول ايه بقى، حكم القوي الضعيف عمل فينا كده. فلسه جاي يقول لهم طب ليه انتوا ساكتين؟ فشيبة قال له فكك من حوار انتوا اللي انت عايش فيه ده، انت خلاص يا جيرو بقيت واحد مننا. قال له واحد منكم يعني فرد من البتاع اللي اسمها الشعله دي؟ قال له بالظبط يا عم، وبالمناسبه يعني اسمها الشعله السوداء. فجيرو قال له بس لا مؤاخذه يعني، هو كان في حد خد رايي قبل ما تضموني لحاجه زي كده؟ وطبعا شيبة بقى باصص له ومتنح ومش عارف يقول له ايه بالظبط، وشكل الواد ده هيعاني حبه على ما يقدر يستوعب اللي هو بقى فيه. واعتقد ان القدر رزقه بوصول البت دي عشان ما يردش على سؤال جيرو. فالبت نزلت وقالت له صباحك زي الفل يا ريس، وكمان طلعت عارفه جيرو وقالت له ده انا سمعت عنك شويه حكاوي مالهمش اول من اخر. فبص لها باستغراب وقال لها لا مؤاخذه مين الاستاذه؟ فشيبة قال له دي يا سيدي هي هنا، وانها واحده من اعضاء نفس الفريق اللي احنا فيه. وفجاه نزل واحد شكله غريب ودماغه عبيطه تقريبا. فشيبة قال له ابسط يا عم، اهو ده بقى صاحبك الجديد عشان ما تحسش بالوحده. واعتقد ان جيرو كان اهون ليه يحس بالوحده بدل البهدله دي. ولما اتجمعوا كلهم جوه قال لهم ان الراجل الجديد ده اسمه ريجي، وانه بقى واحد مننا هو كمان، وما تفتكروش الواد ده اي حاجه، لا ده زي اتشي كده من عيله الله اكبر كان كلها جواسيس وحاجه كده زي الفل وعشرة على عشرة. فاتشي كالعاده كلامها الدبش خلى الواد ريجي يقول لها انا سمعت عنك قبل كده، واني سمعت انك اخر العنقود بس طموحه وعايزه تبقى زعيمه عيلتها كمان، بس مش شايفه انك حلوه زياده على حوار زعيمه العيله ده. وبرغم اللسان الحلو اللي عمال يهري بيه من الصبح ده الا انه قال شويه كلام زي السم الجيرو. فجيلو راح له وقال له سمعت عن اللي مات في عز الظهر ومحدش عرف عنه حاجه؟ فريجي قال له لا يا خفيف انا سامع على قدي. فجيرو قال له طب انا اخر مره اقول لك بلاش انا، عشان وربنا بنضارتك دي لا مشيك بتحسس بعد ما كسر لك النضاره دي في وشك. فايتشي قالت لهم ما تتهدي ياض انت وهو على المسا هي ناقصاكوا. فالزعيم قال لها وانت مالك انت، يلا ياض انت وهو محدش فيكوا يسكت للتاني. دغدغوا بعض كده وحلوا القعده. والصراحه الجنان ده انا مش عارف اخره ايه، لان ابطال العيال طلعوا فعلا في ساحه المكان وقرروا انهم يتقاتلوا. لا ده كمان شيبة ناوي يصورهم، وده هيكون بمثابه اختبار لقوه الاتنين، وادم في اختبار يبقى عم راجو هيصحي النوم عشان في نوش وقلق. فشيرو قال له يا كلب البحر انت، اقول لك صباح الخير ولا صباحيه يا مباركه، كل ده نوم. فريجو قال له يا عم سيبك مني، مين الواد ابو نضاره اللي هناك ده شكله معجب بيك وباصص لك بصه غريبه، وبعدين ايه السيف الخشب اللي في ايده ده، هو بيقتل ابن اخته ولا ايه بالظبط؟ فجيرو قال له يا عم اسكت الواد ده مش سهل. شيبة قال لي انه من عيله كبيره من السيافين وشكله خطر على الاخر. فشيبة قال له ايه هتبدا ولا عايز سيف زيه ولا ايه بالظبط؟ فريجي قال له ليه يا عم، انا ماسك سيف خشب في نفس الوقت هو مع سلاحه الخاص، فما فيش حد فينا مظلوم. فجيرو قال له انت بتهلفط تقول ايه يا اولا راجو مش سلاح، تاني حاجه الليله دي بيني وبينك فرجوا بره الموضوع تماما، وشكلها كده يا ابطال العشيره هتبقى درمغه حرفيا. فرجوا قال لهم طب وربنا حلو قوي الكلام ده، انا مش جايه معايا بفرهده اساسا، هروح انا اكمل نوم وعيشوا انتوا حياتكم سوا. وبشكل غريب الواد ريجي ساب السلاح من ايده وقال له انا مش هقتلك وسط الهبل ده، انا كنت عايزك تستخدم سلاحك عشان القتال ما يبقاش ممل، ولكن لو بطولك ومن غير راجو بتاعك ده فالنتيجه محسومه وملهاش لازمه القتال من اساسه. فجيرو قال له انت قصدك تقلل مني مش كده؟ طب انا بايدي دي هساوي وشك بالاسفلت عشان تعرف انت قدام مين. وفعلا جري عليه ولسه بيعبي وهيديله قام ريجي عزف ومغنيله هجمه قاتله. يا جدعان شيبة مستعجب من القدرات الغريبه اللي شايفها دي، حتى البنات اللي قاعده مش مصدقه انه بمجرد سيف خشبي عمل كده. وبالرغم من ان جيرو محتاج طقم اسنان بدل اللي طار منه ده الا انه قام وقال له انت تعبت ده انا لسه بسخن. فالواد ريجي قال له شكلك غتت وهتتعبني معاك. فجيرو قال له امال انت فاكر ايه، ده انا ابويا كان عامل من وشي مساحه وبقي جزمه واللي عايز تقوله قوله. فريجي قال له لا ده انت حلو وبتعرف تتكلم، طب يلا يا عم الجميل وريني افعال عشان الكلام مفيش اسهل منه. وفعلا الواد ريجي استعد وشغل المجنونه. اما جيرو فقال له يلا بينا وعلى الله اللي مستنينا. وشيبة قال لهم هو ده، الكاميرا الجاهزه والاثاره ملهاش حدود حرفيا. ويا دوب الواد جيرو جري ريجي نزل عليه بالسيف، ولكن السيف ما استحملش وحلال الله اكبر واحده في وشه وفرت عليه فلوس المواصلات لحد البيت. وطبعا شيبة قاعد ولا كانه حسام حسن بيشوف الكلام على ايه من بره الملعب. اما ريجي فكان سايح في دمه ومش مصدق ازاي جيرو دمر السلاح بالسهوله دي، وما كانش شايف اي حل قدامه الا ان اكيد الواد ده سابه يضربه اول مره عشان يحفظ طريقته ويتوقع ضرباته. فجيرو قال له ايه هتفضل على الارض لبكره، يلا يا حلو يا حليوه انت قوم اتدلع ووريني جمال خطوتك. فالواد ريجي قام وقال له اتكلم قد ما تتكلم، فاكرني استسلم لما تستفزني يعني، انا على قلبك ومعاك لبكره. فجيرو اتحمس وقال له العب يا متدلع، والهجمات بقت رايحه جايه بينهم. وشيبة قاعد متكيف وكانه بيتفرج على فيلم مش اتنين بياكلوا بعض قدامه. اما الاتنين
والاتنين التانيين مش راحمين بعض، والضربة قصادها ضربة مهما كان التمن. وبعد حبة حلوين الاتنين كل واحد فيهم بقى واخد جنبه وبيلقوا في نفسه بالعافية. فجيرو قال له خد يا ابو 4 عيون انت باللي ريقك عشان شكله نشف من الخضة. والاتنين بقى عمالين يرموا كلام على بعض ولا كأنهم عيال صغيرة في المدرسة، لحد ما جيرو قال له الصراحة انا عايز اجيلك سكة ودغري، انت لولا ان سيفك كان خشبي كان زمان الحوار كبر مننا، عشان كده انا هعتبرك فايز لانك تستحقها يا ابو نضارة يا حلو. والواد استغرب الاستسلام ده ولسه بيفتح الحاجة الساقعة قامت ضربة في وشه، وبصم بالعشرة ان الواد جيرو ده ابوه ما كانش بيضربه الا على دماغه وهو صغير. اما بقى هنا وهي مع شيبة قالت له انت شايف ان حوار الفيديوهات ده هينفع فعلا؟ قال لها ده يعتبر ولا اي حاجة، وان الاختبار الحقيقي هيكون بكرة في ميدان العمل، وان كل واحد بكرة هيبان قدراته فعلا وقادر يعمل ايه واخره لحد فين. فالبت قالت له يا عم كلامك على عيني وعلى راسي، بس لا مؤاخذة يعني الرؤساء حتى ما حدش فيهم تف في وشنا وما فيش اي مهمة نقوم بيها. قال له ماله يا حلوة، نعمل احنا مهمة على كيفنا، وان في دماغي مهمة لو فعلا مشيت زي ما انا عايز هتبين لنا العدو الحقيقي لينا. وفعلا تاني يوم الكل كان استعد، وطبعا جيرو كالعادة مغصوب عليه يروح معاهم ومش طايق نفسه. فشيبة قال له اركب العقل ياض واسمعني كويس، انا اشتغلت على اللبس بتاعك وعدلت فيه حاجات كتير، جربوا كده وقول لي لو في حاجة عشان نقدر نعدلها. وقال لهم ان في زرار في البدلة دي اسمه التمويه الكمي، واول ما داسوا عليه لبسهم اتغير وبدوسة كمان وكأن العيال اختفت. والواد جيرو ما بقاش مصدق، مش باين قدامهم، وكان عايز يستغل الفرصة وياكل شيبة فينسيه اسمه. فشيبة قال لهم العيب الوحيد في الخاصية دي انها بتقلل كفاءة معدات التجسس بتاعك بشكل كبير، وفي شوية تفاصيل كمان ولكن لسه وقتها ما جاش، ومع الوقت هتتعودوا على كل الكلام ده. وقال لهم اعتقد كده انكم جاهزين تماما، اهلا بيكم في اول رحلة رسمية للشعلة السوداء. واول مكان راحوه كان بالنسبة لجيرو عبس على الاخر، فقال لي شيبة لا مؤاخذة يا رياسة احنا بنعمل ايه في المقابر بالظبط ده حتى فال وحش. قال له يا عم كله الا ابويا، انا احب كده قبل اي مهمة اجي اخد البركة وادعي له دعوة حلوة. فريجي قال له يا عم انت هتحور على ابونا، ما كلها عارفة ان ابوك ما كانش بيطيقك اصلا، وانا متأكد ان المكان ده مكان سري تابع للمنظمة. فشيبة قال له انا قلت برضه النضارات دي مش على ما فيش واكيد وراها بلاوي. واول ما دخلوا كان في واحد غريب قاعد بيفتر الشوكولاتايه مش بياكلها، لا ده كمان الناس اللي جوه ممثله الدور على الاخر كانها في مقابر بجد. واول ما الراجل فتح لهم الباب قال لهم هم 15 دقيقه بالعدد، واللي هيطول اكتر من كده كله بحسابه يا اخواتي. واول ما دخلوا العيال قالوا له طب وحياة امك يا ريس قول لنا سبب وجودنا هنا. فجيرو قال له ان اقل من خريطه كنز انا مش هسامحك على البهدله دي كلها. لكن فجاه من وسط الرفوف فتح باب وخدهم عشان ينزلوا مكان غريب مبني تحت المكان ده كله. فايتش قالت له الصراحه اختيار حوار المقابر ده مناسب تماما، خاصه يعني انه باين على ريحه المكان يا رياسه. فقال لهم ابقوا تعالوا كل يوم يا لمت بالنكليها. واول ما نزلوا تحت وقفوا قدام باب مصفح ومتأمن بشكل مش طبيعي، واول ما الباب اتفتح الكل اتصدم. قال لهم ان ده الختم السابع، وان ده المكان اللي كان راجو مختوم عليه فيه، واللي كان بالكامل مصنوع من نوع معين من الاحجار، والاحجار دي ابطال العشيره بتمحي حرفيا الطاقه الروحيه تماما. وقال لهم ريجي وجيرو هيفضلوا هنا، وانا والبت اتش هنطلع نستجوب شويه ناس مشتبه فيهم ونيجي. ولما خرجوا البت اتش قالت له يا رياسه مش كنا خدناهم معانا لا يموتوا بعض تحت ده الاتنين مجانين. قال لها بالعكس يا هبله، وان الاوقات اللي زي كده الرجاله بتطلع فيها كل اللي جواها، واعتقد ان احنا هنرجع نلاقيهم زي السمنه على العسل. اما بقى العيال اللي تحت دي فاللي كان شايل الهم فيهم هو راجو، وبيقول لهم ما لقيتوش غير المكان المنيل ده ترموني فيه. فجيرو قال له يا عم اللي حصل حصل، ولكن ما تحكي لنا كده انت جيت هنا ازاي اصلا. قال لهم وربنا يا اخوات انا ما فاكر اي حاجه حصلت، وكل اللي فاكره اني فوقت لقيت نفسي هنا. فجيرو قال له يا عم وحياة امك ما تحور عليا. قال له انت هتصاحبني ياض عشان قاعدين في نفس الجسم، وبعدين انا احور عليك ليه انت مين اساسا؟ فريجي قال له ان راجو بيقول الحقيقه فعلا، لانه مش اول مره يشوف منوكي جالهم فقدان للذاكره، وان كتير منهم بعد ما بيتختم عليهم مده طويله زي ما حصل مع راجو كده بينسوا كل حاجه. فجيرو قال له ده ازاي ده ما تسيبهاش عايمه وحياة ابوك فهمني. قال له ابسطها لك واديك الخلاصه، وان لما واحد من المنوكي بيتختم عليه بيبقى مجبر في الوقت ده انه يستحوذ على اي حاجه مختلفه، وزي ما انت عارف ان عمليه الاستحواذ دي بتحتاج كميه كبيره من الطاقه، لدرجه ان المنوكي نفسه بيوصل بيها اوقات ما بيبقاش قادر فيها انه يوقف التعويذه اللي بدأها دي. ولكن في حاله الختم ختمهم بيجبرهم انهم يدخلوا ويستحوذوا على جماد، وبيكون ده بالنسبه ليهم عباره عن سجن ابدي، خاصه بقى نوع الحجاره دي، واللي بيعادل بالنسبه ليهم الجحيم للبشر. وجوه بتفضل طاقتهم الروحيه تقل وتقل وتقل، واستحاله يخرجوا منه زي ما دخلوا ابدا. وبرغم اني مش عارف راجو اتختم عليه قد ايه، ولكن اللي متاكد منه انه محظوظ عشان اتصاب بفقدان ذاكره بس مش اكتر. وبعدها بص الراجو وقال له قول لنا بقى يا سيدي المعلمين ايه اللي حصل معاك بالظبط في اليوم اللي
اللي انت اتحررت فيه، وشكل كده الحكاوي هتطول بينهم، فخلينا نبص بص على شيبا دلوقتي اللي كان هو وإيتشي بيشوفوا حوار الكاميرات اللي اتعطلت دي. فالمسؤول عن المراقبة قال له اللي حصل ده غريب جدا وكان في حاجز روحي، وانه كمان لما نزلوا فتشوا المكان كامل ما كانش فيه اي اثر لشخص موجود. ولما خرج بره بقى عمال يفكر ومحتار، وبرغم انه ما قدرش يوصل لاي دليل او اي خيط يمشي وراه، الا انه لسه متاكد ان مسرح الجريمه ده في حاجه غريبه واللي بيحصل فيه مش منطقي ولا طبيعي. اما عم راجو فقال لهم انا اول حاجه حسيت بيها هي بروده الحجر، ويا سلام على ريحه الهواء المعفنه اللي كانت في المكان، وكل ده كوم مهالات الطاقه الروحيه المختلفه اللي كانت حواليا كوم تاني. واول ما فتحت عيني لقيت كميه ملهاش عدد من المنوكي واقفه قدامي، ولا مؤاخذه معاهم بتاع كده تحسوا انه حديده بتتكلم وظاهر فيها صوره شخص. قال له انت شكلك من ايام ام واقعد. فقال لهم ما علينا. المهم ان الراجل كان غريب وطريقته غريبه، وقعد يهلفط بالكلام ويهري كتير ويقول ما اعرفش زمن ايه والدنيا اتغيرت ايه، وقعد يهري كده بتاع نصايه وانا مش مجمع اي حاجه. وبدات اترجم معاه الكلام اول ما قال اسمه، ورحب بيا بعد ثبات طويل وطلب مني ان اديهم قوتي، وكان هدفه من القوه دي انه يرجع زمن المنوكي من جديد وينتقم من البشر ومكتب التجسس وبس يا سيدي، وبعدها عينك ما تشوف الا النور. ولكن الصراحه انا كراجل اتبسطت، ويا دوب هما العيال دي اختفت من هنا قلت بس قفشت ديلي في اسناني وقلت يا فكيك اختفت من المكان كله. فجيرو قال له يا سلام، انما قصه بنت لذينه بصحيح ما فادتش امي باي حاجه. فريجي قال له افهم يا غبي وشغل الجربانه اللي فوق دي شويه، احنا وصلنا ل3 معلومات مهمين جدا. اول حاجه الناس اللي جات له دي ناس مش سهله تماما، وانهم عارفين ازاي يكسروا الختم ده. تاني حاجه الراجل اللي كلم راجو واللي شكله زعيم العصابه ده اكيد يعرف راجو من قبل ما يتختم عليه. التالتة والاهم ان العدو بتاعنا هدفه واضح وصريح، وهو اللي انتقم من مكتب التجسس والبشر. فجيرو قال له لا صلي على النبي في قلبك كده واحده واحده عليا، لان لا مؤاخذه انا تهت منك ومش فاهم حاجه، وحاسس ان دماغي وقفت وشكلي كده هحتاج انزل سيستم جديد. بس خلينا نقسم الكلام بتاعي، راجو زعيم عصابه وناس عارفه ازاي تكسر ختم، يبقى اكيد عروستي. لا بهزر معاكم يا ابطال العشيره. ريجو قال لهم انا عرفت انا هعمل ايه، وان هبوظ اللي ورايا والم الدنيا كلها، وان لا مؤاخذه اي حد هيقف في طريقي هاكله علقه محترمه، وساعتها هفضل وراهم لحد ما اعرف هم مين واخلص عليهم. فريجي قال له ما شاء الله عليك، انت تصنف حاله ما يقوس منها تماما. اما عم راجو فكان رايه مختلف، وشايف ان حالتهم هما الاتنين ما يعلم بيها الا ربنا، لحد ما فجاه وهم بيتخانقوا كالعاده مفترس الشوكولاته اللي اكيد كان جاله السكر في الحبه اللي قعدوهم دول كان وصل لهم. وفجاه قال لراجو والله طالت الغيبه يا عم راجو. ولما العيال حاولت تقفشه استقل بيهم وكانهم شويه حشرات بتحوم حواليه، وقال لهم اسمحوا لي افهمكم حاجه بس، لاني مش ناوي اخلي حد فيكم يفسد اللي طول عمري كنت بسعى ليه. فجيرو قال لهم وربنا انا مرزق، مش قلت لكم هيظهروا واضطر اكلهم علقه محترمه. فريج قال له الصراحه بما انك غبي فانا مبهور انك طلعت صح لو لمره في حياتك، فخلينا بقى نشوف الكلام على ايه سوا. والاتنين ادوها طقم الشغل واستعدوا للهجوم، فخلي الصاحي صاحي والنايم يقوم. ومع محاوله شيبا وإيتشي انهم يدخلوا للعيال دي الباب كان مقفول بشكل غريب وكانها تعويذه، وفجاه ظهرت واحده غريبه وراهم وشكلها هانم من هوانم البلد وشكلها حاجه كده من كريست المجتمع. فخليني يا ابطال اعرفكم على توكو، رئيسة اسم العمليات الخاصه واللي هتشاركنا في اول مهمه رسميه لفريق الشعلة السوداء. اما الواد التاني المجنون ده كمان فقال لهم احب اعرفكم بنفسي انا كوجا، وتقدروا كده تقولوا اني هبقى الحاكم المستقبلي للمنوكي. فجيرو قال له حاكم مستقبلي انت شكلك معتوه وهتتعبني معاك فانت وهواك. فالواد كوجا قال له انا هستناك لاني مش ماشي من هنا غير وقوه راجو كلها ملك ليا. فراجو قال له انا مال انا يا لمبي. فجيرو قال له ما تقلقش ياض انت معايا، وخلي دكر يلمس منك شعرايه. وطبعا ريجي واقف مش فاهم الهبل اللي حواليه وايه عالم سمسم ده. فقال لكوجا استاذنك بس يا استاذ كوجا هسالك سؤال. فالواد قال له ارغي. فريجي قال له انا عايز افهم بس ايه سبب اهتمامك ده كله براجو. قال له الصراحه البشر اغبياء وانا ماليش فيهم، فانا لسه مش هقعد اشرح وانا عارف انك مش هتفهم في الاخر، بس اللي لازم تعرفه يعني ان في الواقع احنا مش مجرد كائنات هشه وشويه هلاهيل زيكم يا بشر، ويمكن مش بنتمتع بالخلود، ولكن عشان واحد فيكم يقتل واحد مننا محتاج انه يقطعه قطع وكانه بيعمل صينيه بطاطس باللحمه، وده بيني وبينك صعب عليكم. بس كل ده كوم بقى وعم راجوكم تاني، تقدر تقول ان راجو بمثابه مولد او خليه شحن للطاقه الروحيه، وببساطه شديده قوه زي دي هتخليني قادر اني ابقى اقوى لدرجه تخليني احكم المنوكي كلهم. واحب اقول لك ان في اللحظه دي لا انت ولا بلدك ولا 10 منكم كلكم تقدروا تقفوا قدامي. ولسه ريجي بيطلع سيفه اداله واحده ريحه، وبالتانيه اداله تاشيره ذهاب بالعوده،
مسك الواد جيرو بقى بيلحسه تراب الارض ومش رحمه، وقال له انت مجرد وعاء فاضي وملكش عازة، اما اللي ليه عازة بجد خلاص بقى قدام عيني وبين ايديا. وبقى بيقول لراجو انا عشت سنين بحلم باللحظة دي، ما تقلقش يا حبيبي، انا اللي يستاهل قوتك جه وهحررك من العرة ده في لمح البصر، واني اول ما اعمل كده هنبقى قوة واحدة مفيش حد قادر يقف قدامها او يتصدى ليها. فراجو قال له طب ابعد شوية كده، انت هتبوسني من بقي، وبعدين انا مش ملك ليك ولا ليه ولا لاي معتوه من اشكالكم، قوة ايه ونحكم منوك ايه، انا مش مهتم بكل الهبل ده ولا عايز اسمع منك اي كلمة. فالواد المتخلف ده عينه دمعت وقال له كده يا راجو يا روح قلبي تكسر بخاطري، ده انا هسلخك وقبل ما اخلص عليك هوريك السواد بعينك. وفي وسط ما كان عمال يهدد في راجو واتجنن على الاخر، لقى جيرو مسك رجله وقال له خلاص كفايه صداع، طلعت عين اللي خلفونا، يلا يا ريجي فرجوا القتال بيبقى ازاي. وفعلا ريجي طلع سلاحه بسرعه جنونيه وهجم عليه خلى بيشر دم. ولما قاموا الاتنين ريجي كان مستغرب وقال لجيرو ان الهجوم ده كان المفروض يقسمه نصين، ولكن شكلنا كده قدام خصم ما ينفعش نستقل بيه، ولحد ما الدعم يوصل لازم نقاومه ونحمي نفسنا. فكوجا قال لهم وبعدين معاكوا هنفضل نتكلم كده كتير، انا خلاص اتضايقت وجبت اخري، وعشان كده هوريكوا وش محدش فيكوا توقعه، حق دمي ده هتدفعه غالي، خاصة انت يا ابو نضارة لانك اول واحد هتموت على ايدي النهارده. اما انت بقى يا حلو يا شايف هخليك عايش، ولكن مش هسيب فيك طرف واحد لحد ما اعجزك، واعلمك كويس مين هو السيد ومين هو الخادم. وفجأة من خط الدم اللي خر منه طلع سلاح جبار ومرعب وقال لهم اقبلوا مني عذاب ملك المنوكي. فكانوا بيحاولوا يلاقوا طريقة مناسبة يفتحوا بيها الباب، ولكن الموضوع كان صعب حبتين. فاتشالت لهم اننا لازم نشوف حل في اللي بيحصل ده لان اكيد في مصيبة بتحصل. وبعدين انت مين يا عم الكهل، انت يا ناقص عواجيز؟ قال لها انا توكيدا، واستأذنك تاخدي الوتد ده وتعملي بيه اللي هقولك عليه. اما شيبا فكان الله يعينه على اللي هو فيه لانه كان بياكل علقة محترمة من توكو، واللي كانت بتقول له واد يا شيبا اوعى تكون واخدني عكاز تعدي بيه اليوم. قال لها يا كبيرة حطي نفسك مكاني، معايا فريق من المبتدئين ودي اول مهمة ليهم، فاي حد مكاني كان هيعمل كده عشان لو الدنيا باظت يلاقي حد يلم وراه، والصراحة كده انا واثق فيكي وعشان كده مش قلقان. فقالت له انا قلت بس افكرك ان المسؤولية انت اللي هتتحملها. قال لها من غير ما تقولي يا كبيرة انا تحت امرك، بس فاصل ونواصل يا ابطال العشيرة، لان المجنون اللي اسمه كوجا خارب الدنيا والهجمة منه بتسمع في سابع ارض. العيال بتحاول تقاوم ولكن الهجمة منه كانت كفيلة انها تدمر للواد ريجي سيفه، وبقى بيحاول يخلص عليهم لحد ما ادى واحدة جحدة الريجي خلاه يجيب دم من كل حتة. على الكارثة يا جدعان، الموت مفيش مفر منه، لكن اصحى للمجنون يا بطل. جيرو هبت منه وبقى بيهجم على الواد بقوة غريبة ومخيفة حرفيا، ولكن كوجا مش ناوي يجيبها البر وبيحاول هو كمان بكل قوته لحد ما فعلا قدر انه يمسي على وش جيرو بواحدة غشيمة عليها القيمة، وبقى واقف وقال لهم ايه يا وحوش لسه ما اتوجعتوش؟ عليك يا راجو والله صعبان عليا، انت وقوتك تحت ايد الواد العرة ده. اعل واسمعني يا راجو، تعالى معايا يا راجو انا الاهلي يعني بطولات. فجيرو قام وقال له اسكت يا خروف ما اسمعلكش حس، انت ايه فاكر ان محدش قادر عليك؟ عايز تستغل الناس كلها وفاكر ان احنا مجرد ادوات تحت ايدك؟ انت فاكر نفسك مين ياض انت؟ اللي زيك ما يسواش حاجة ولا عمره هيبقى ليه قيمة. فرجا قال له عفارم عليك يا جيرو، وربنا من ساعة ما عرفتك أول مرة تقول حاجة صح. وفي اللحظة دي جيرو بدأ يكون طاقة جبارة وكأنه بيسحب الطاقة الروحية اللي موجودة في العالم كله، وبقبضة مرعبة واستهالات روحية مخيفة هجم عليه وعينيكوا ما تشوف إلا النور يا أبطال العشيرة. هجوم صعب إن أي حد يخرج منه سليم، ولكن بالرغم من كل ده من وسط الضباب كوجا رجله دبت على الأرض. الواد زي القرد وقدر إنه يتصدى للهجوم القاتل ده وبقى طالع زي المجانين حرفيا، وعمال يقول له هي دي القوة اللي بدور عليها، سلمها لي لاني مش همشي من غيرها. لحد ما فجأة سمعوا صوت غريب، والواد كوجا اتأكد ساعتها انهم قدروا يخترقوا الحاجز، وبقى عارف كويس انهم مش هيقدروا انهم يواجهوا التعزيزات دي، فكان القرار الوحيد قدامه انه يهرب. وقال لهم ان قتلكوا بالنسبة لي مفيش اسهل منه، ولكن لو قتلتك دلوقتي مش هعرف اوصل لراجو، بس لازم تعرف اني مش هحلك وهطلع لك في احلامك لحد ما اخد اللي انا عايزه. والغريب بقى ان المجنون ده قطع وصلة التهديد بتاعته دي بحاجة غريبة، لانه سأل جيرو عن اسمه بالكامل، ولما عرف قال له قول كده، انت طلعت من اشهر عائلات الجواسيس بقى، شكلي كده عرفت انت ابن مين بالظبط. وبعد الكلمتين دول الواد اتبخر حرفيا وما كانش ليه وجود. وبعد ده كله كان اخيرا الدعم وصل وقدروا انهم فعلا يخرجوا العيال بامان، بس بعد ما كلوا علقه محترمه يعني. اما توكو فقالت لي شيبا عد يا عداد كده عندك اصابه 2 من رجالتك في اول مهمه، غير ان المنشاه كلها اتدمرت تقريبا، فخليك فاكر ان الكل ده عواقب وهتحاسب على المشاريب. فقال
قال لها يا ستي وماله نحاسب ما فيهاش حاجه، بس يعني اذكروا محاسن موتاكم. الاتنين دول برغم ان دي اول عمليه ليهم وقفوا سندلوا قدام المجنون ده. فقالت له بعدين يعني انت عايز ايه مش فاهمه. فقال لها اتكلي على الله يا ست الكل، ده انت الواحد ما يعرفش حتى يبل ريقه بكلمه حلوه منك. ولما مشيت وراح عشان يطمن عليهم، الواد ريجي كان في حاله صعبه، لان الوجع ما كانش وجع من الضربه بس، الوجع الاكبر كان من وقوفه عاجز ومش قادر يواجه المجرم المتخلف ده، وبقى حاسس انه عايز يبقى اقوى وشايف انه ضعيف. حتى اتشي شايفه انها متاثره وحالتها متدهوره، ولكن كل ده كوم واللي في دماغ جيرو كان كوم تاني، لانه عمال يفكر في كلام الواد اللي قاله له. عيلة ايه وابويا ماله يعرفوا منين اصلا؟ الواد ما يعرفش حاجه عن عيلته الا ابوه اللي رباه والكلب بتاعه اللي كان صاحبه واخوه كل حاجه. وخلاص الواد كان هيتجنن لحد ما قال لك بس انا من النهارده لا هوجع دماغي ولا هقرف نفسي. فشيبه قال له مالك يا حبيبي انت كمان هي ناقصه روشه. فالواد فضل يهري ويتنطط وحاجه قرف على الاخر. فشيبه قال له اخرس الله يرضى عليك، وقال لهم ان خلاص اتكتب عليكم تبقوا فريق واحد، وعشان كده شدوا حيلكم واشتغلوا مع بعض كفريق. وانا عارف كويس ان كل واحد فيكم مختلف تماما عن التاني، ولكن خلوا ده هو مصدر القوه اللي هينبع منه الحماس بتاعكم عشان تقاتلوا وتحققوا اهدافكم. واعرفوا دايما اني موجود وهبقى عون وظهري ليكم في اي وقت. وفعلا من تاني يوم شيبه بدا يدخل في الجد تدريجي، لانه كان محضر لهم شويه تدريبات وشغل عالي، وكمان كان معاهم ضيف فويو، وتقدروا تقولوا عليها يا ابطال العشيره ان دي هي ام نص عقل ونص لسان. والمفاجاه الكبيره بقى انها طلعت من المنوكي، وطبعا العيال ما كانتش فاهمه اللي بيحصل بالظبط. فشيبه قال لهم تقدروا تقولوا ان المنوكي نوعين، في منهم الشرير وده اللي بنحاول نقف قدامه ونقاومه، وفي منهم فويو. عليك يا فويو عسل بالقشطه مربى بالفراوله مهلبيه بالكريمه يا جدعان. فجيرو قال له لا مؤاخذه يا عم الحلواني الكلام ده مش لايق مع حواجبها دي خالص. فالبت قالت له اتلم ياض بدل ما انزل لك اسقف لك على وشك، وسابتهم كلهم بقى وقالت له انت بقى يا قطوط يا صغير راجو مش كده، خد بالك انت صيتك مسمع ومحبوب وبسمع عنك كتير، بس راجو غشيم حبتين واي نقاش معاه لازم ينتهي بخناقه. المهم بقى ان كل الفريق كان استعد خلاص. فشيبه قال لهم اننا النهارده هنتدرب على التصدي للقدرات الخارقه. فجيرو قال له خارقه ازاي لا مؤاخذه يا اداره؟ فقال لهم ان في قدرات خارقه كتير ومنها مثلا التنويم المغناطيسي، فعشان كده احنا جبنا النهارده فويو عشان تساعدنا في التدريب ده. وفعلا من غير اي مقدمات البت فويو فعلت قوه غريبه ومش طبيعيه، والقوه دي بدات تحاوط كل واحد فيهم وكانها بتستحوذ على جسمه. واخر كلمه سمعوها حاولوا تعملوا اي حاجه عشان تنقذوا نفسكم. اما شيبه فواقف مع واحده من المساعدين بتاعه مستغربه، وقالت له ازاي خلتهم يعملوا كده من غير ما تفهمهم اي حاجه. قال لها ان التدريب كل ما كان واقعي اكتر كل ما كان تاثيره احسن في التعلم. اما بقى في كل ورده من اللي ظهروا فجاه دول واحد من الفريق محبوس في عالم وهمي تماما، واللي كان اولهم ريجي عمال يفكر ازاي هيخرج من المكان الغريب ده، لحد ما فجاه لقى قدامه كهف غريب، ومش اي كهف لا ده كهف هو عارفه كويس وما كانش يتمنى يشوفه تاني ابدا، واللي كان خارج منه صدمه حرفيا. اخوه بسيف هالات القوه اللي ظاهره منه لوحدها مرعبه. وطبعا ريجي بقى بيحارب عقله وعمال يحاول يقنع نفسه ان ده مجرد خيال ومش حقيقه. واول ما اخوه وقف قدامه قال له بقيت قوي ولا لسه عار وضعيف زي ما انت؟ وفي ثواني هجم عليه هجوم جبار، وبقى عمال يستفزه ويقول له ايه مالك شكلك مش فطران كويس ومحتاج تاكل لقمه تصلب طولك. وخلاص الواد ريجي مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. ومش هو بس اللي بيعاني، اتشي كمان محبوسه في الماضي اللي ما كانتش عايزه تشوفه تاني، خاصه اليوم الملعون ده اللي كان اخر يوم تشوف فيه امها وقت ما جالها استدعاء وراحت ما رجعتش. وعشان كده اتشي بقت بتحاول كل يوم، وكل ما تحس انها هتقف بتجري اكتر وتسعى اكتر، لحد ما في يوم ابوها استدعاها لواحده من المختبرات السريه لمكتب التجسس واللي فيها عرفت الحقيقه كامله. امها مش ميته يا ابطال العشيره، لا امها عايشه وساق سليم، ولكن في اخر مهمه ليها اتحبست جوه تعويذه حجريه ومحدش قدر انه يساعدها من الوقت ده. وعشان كده اتشي ولحد يومنا ده بتحاول انها تلاقي حل وطريقه تنقذها بيها باي تمن، ولكن كل ده كوم، والكابوس اللي عايشه فيه كوم. كابوس كانت فيه قدام تمثال امها اللي بيردد كل كلمه قالته زمان، ولكن بيردده وهو بينهار قدام عينها. مش بس بينهار لا ده هالات الشر اللي انفجرت منه ظهر منها وحش غريب ومرعب، والحل الوحيد في كل اللي بيحصل ده هو الهروب. ولكن الهروب في عالم الكوابيس زي ده مش مسموح، لان جيرو لما حاول يهرب الظلام وقف في طريقه، عشان كده قرر انه يواجه ويصارع، لان الهروب هيفضل مستمر ومش هيبقى فيه اي فايده منه.
حتى ريجي بيحاول انه يقاوم هجمات اخوه القاتلة، ولكن اخوه بيقول له لسه ما بقتش قوي كفاية وضعيف زي زمان. على زمان يا ابطال العشيرة، اصل الحكاية دي ما اتولدتش من يوم وليلة، الحكاية دي بدأت من سنين كتير، وقت ما كان كل نقطة دم من ريجي بتعلمه حاجة جديدة في القتال على ايد اخوه الكبير. وبرغم ان اخوه كان قاسي اوقات كتير في التمرين، ولكنه كان بيخاف على ريجي زي عينه. حتى ابوهم كان دايما فخور بيهم هما الاتنين، بالاخص يعني اخو ريجي الكبير، وده كان مخلي دايما ريجي حاسس بحتة نقص جواه، وانه الطرف الاضعف في العيلة. ولكن اخوه كان دايما في ظهره وبيقول له انا هبقى وريث العيلة، لكن انا محتاجك جنبي عشان تسندني وقت ما اغلط. واتفقوا وقتها انهم يبقوا في ظهر بعض لاخر نفس. وبرغم انهم كبروا على الاتفاق ده، الا ان ريجي لما كبر عرف انه مش هيبقى القوة اللي قادرة تقود العيلة، وفهم انه لازم يفضل في ظل اخوه تحت دراعه لحد ما جه اليوم اللي ابوهم اجتمع بيهم فيه، واليوم اللي كانت هتبدأ فيه طقوس السيف، واللي كانت بمثابة الاختبار الاخير لقائد العشيرة في التراث بتاعهم. وده لان في الغابة اللي كانت ورا بيت العيلة كان متداري فيها كهف. ايوه يا ابطال العشيرة، كهف، وهو نفس الكهف اللي اتشكل فيه كابوس ريجي، لان جوه الكهف ده وفي اعمق نقطة موجود السيف اللي عيلة كريها حمته لسنين، السيف الملعون، سيف عاصفة الجحيم. وايوه ملعون لانها من سنين كتير وعصور كتير استولى عليه واحد من منوكي، ومهمة زعيم العيلة هي قهر الروح اللي جوه السيف ده والتحكم فيها. ولما جه وقت الطقوس، الواد اخو ريجي كان واثق تماما انه هيقدر يسيطر على الروح دي، وبرغم انه ما خدش وقت في الطقوس الا انه خرج وسط بحور دم واشلاء ابناء عشيرته، واللي ختم عليها بقتل ابوه قدام عين ريجي. الروح سيطرت على اخو ريجي مش العكس، واخر كلمة قالها ريجي وقتها: انت مش مؤهل تقف قدامي دلوقتي، انشف وشد حيلك وابقى اقوى، لان هيجي اليوم اللي هيكون لازم حد فينا يموت التاني. ويمكن اليوم ما جاش، ولكن الكابوس اللي ريجي عايشه دلوقتي حالا ده محاكاة لليوم ده. ريجي بيعاني وفي حرب في عقله، هل فعلا يقتله لو جات الفرصة، ولا يلتزم بوعدهم زمان ويعرفوا انه غلط ويصحح له الغلط ده؟ وبما ان ريجي ما يعرفش كتير عن الهلاوس والكوابيس اللي زي دي، بس قرر يخلي للكابوس ده نهاية عمره ما هينساها ابدا. ويمكن هو قدر يعمل كده، ولكن غيره لسه بيعاني. اتشي قدام الوحش اللي بيهجم عليها مش بتفتكر اي حاجة غير امها. هجمات الوحش بتزيد وبتحوطها من كل مكان، واتشي بتتفادى الهجمات ومش قادرة تاخد قرار الهجوم وسط كل ده. ولكن خلاص صبرها كان ليه حدود، وقدرت تقنع مخها ان ده مجرد وهم. وفي هجمة واحدة قررت انها تخلص على الوحش تماما. وفي وقت ما الوردة اتفتحت خرجت اتشي، وكان ريجي سابقها، وكل اللي كان باقي هو جيرو اللي لسه بيحاول. فالعيال كانوا مستغربين انه خد الوقت ده كله. شيبا قال لهم انه وضعه مختلف، او بمعنى صح وضعهم مختلف، لان اللي جوه الكابوس ده شخصين، وكل واحد ليه مخاوفه، والاتنين اندمجوا في بعض. والصراحة يعني الوضع جوه فعلا ما بيبشرش بالخير ابدا. الوحش الجبار اللي بيهجم عليهم ده مش ناوي يستسلم، وعايز يخلص على الاتنين، لحد ما فعلا قدر انه يهجم عليهم هجوم شربهم من البحر حرفيا. ولا ما استكفاش، الوحش عمال يهجم بكل قوته ومش راحم. والمصيبة الكبيرة بقى مش كل ده، المصيبة فعلا ان فويو فقدت السيطرة تماما عن زهرة الاوهام بتاعتها. فشيبا قال لها هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قالت له اني اول مرة اشوف حاجة زي كده، وانا متأكدة ان ده حصل بسبب راجو، وان اللي حصل ده معناه حاجة واحدة، اني مش هقدر اتدخل وانقذهم، وهما اللي لازم يتصرفوا ويخرجوا من جوه. اما بقى جيرو وراجو ففجأة لقوا نفسهم في مكان مختلف تماما، وما بقوش عارفين هو ايه المكان ده بالظبط، لحد ما راجو شاف نفس السياج اللي كان مختوم فيه. فقال لجيرو ايه الفال الوحش ده بقى؟ انا الصراحة يا صاحبي كده اتشائمت. وفجأة لقوا واد غريب عمال يشكر راجو عن حاجة عملها، وراجو في نفسه هيئة القط دي عمال يقول له يلا يا عم من هنا، انا ما اعرفش انت مين اساسا. ولكن الواد ولا كأن راجو ابوه عمال يقول له يا عم راجو فهمني بس، احنا طول عمرنا عارفين ان المنوكي بتوع شر ومشاكل، لكن انت يا سلام عليك تتحط على الجرح يطيب يا راجل، وما فيش منك اتنين والله. فراجو قال له يا عم انا راجل شراني انت مالك، وبعدين انا قاعد هنا عشان القعده مكيفاني مش اكتر. فالواد قال له ما هو بقى ده الموضوع، وجودك هنا بعد باقي المنوكي ومخلينا في امان. ولا مؤاخذه بقى يا عم راجو، جبت لك حاجه كده مش قد المقام ولكن على قد حالي، واروح انا الشغل وارجع لك تاني. فجيرو بقى واقف بيضرب اخماس في اسداس من اللي بيشوفه ده. فراجو قال له ان دي ذكرياتي قبل ما يتختم عليا، ومعنى كده ان الوحش العملاق اللي كان قدامنا ده ذكرى يرجع تاريخها لسنة 1730، لان في الوقت ده كان كل اطياف المنوكي معروفة وصيتها اشهر من نار على العالم. البشر كانوا بيترعبوا مننا، وفجأة ظهر قدامهم في الذكرى دي شخص غريب وكأنه عارف راجو من سنين. فراجو قال لجيرو انا متأكد انه هو ده نفس الراجل اللي شفته على الشاشة وقت ما ختمت فجأة. اما الراجل الغريب ده فكان بيقول لراجو في الذكرى دي ان البشر بدأوا
يكثفوا صيد المنوك. فراجو قال له طب مصلحة يا عم، على الأقل محدش منهم هيجي يقرفني هنا. فالراجل قال له افهم يا غبي، أنا قصدي إن البشر بقى نشاطهم أعلى من الأول وتنظيمهم مرعب، وإنهم بقى بياخدوا دعم من جماعة الشجونية، وإن على مدار الفترة اللي فاتت دي كونوا قوة سرية هدفها الأول والأخير هو محاربة المنوكي، وبقوا عمالين يقتلوا في المنوكي بوحشية، وإن ناس كتير أعرفها معرفة شخصية وقعت ضحايا ليهم. فراجو قال له أنت على كده جيت هنا عشان تحذرني؟ قال له مش بالظبط يعني، أنا جيت لك عشان تنضم لينا، عايزك ترجع لطبيعتك اللي المنوكي اتوجد عشانها. إحنا اتوجدنا عشان نقتل ونحرق وندمر، وعشان كده البشر كان طول عمرهم بيخافوا مننا وبيترعبوا، وأنا مش ناوي أسمح للبشر إنهم يغيروا النظام ده. فراجو قال له يا سلام على الطموح، الطموح حلو برضه، ولكن لا مؤاخذة بقى يا قائد، أنا مش جاية معايا الليلة دي كلها وبره عني. فالراجل ما بقاش عاجبه الكلام، حتى الجماعة بتاعته اللي مجمعهم دول متعصبين وعلى آخرهم. فالراجل قام وقال له عامة أنا بلغتك، فكر كويس، يا اما تنضم للبشر او تبقى معانا والاختيار ليك، وبكره هعدي عليك وهستنى منك اجابه، واتمنى تجاوب صح عشان حرام قوتك دي كلها تضيع على الفاضي. فراجو قال له سكه السلامه يا معلم، تبقى عملت معايا جميل لو ما جيتش خالص. ولكن ما كانش فيه مفر. تاني يوم فعلا الراجل جاله، ولكن جاله ايده مش فاضيه تماما، جاله ايده مليانه دم وفيها راس بشري. في اللحظه دي راجو انفجر من الغضب، والوحش اللي رجعنا عشانه بالزمن ده طلع هو نفسه راجو اللي كان هجومه في الوقت ده على الراجل اللي اسمه اجامي مرعب وجبار. وبرغم ان اجامي كان واقع اطرافه متقطعه وسايح في دمه، الا انه كان مصمم يفضل مستفز، وقال له ان بعد اللي انت عملته والدمار اللي عم على المكان ده كله، عمر ما البشر هيعتبروك حليف ليهم مهما عمل، وبكده ما قدامكش غير طريق واحد تختاره، لان بمعنى اصح وجودك هو اللي جاب لهم الموت لحد باب بيتهم. فخلينا نتشرف بان نعرفك قرارك الاخير يا راجو، هل ناوي تقتلني وتعادي المنوكي والبشر في نفس الوقت، ولا هتيجي في صفي وندوس على كل بشري وكل القوات اللي بتدعمهم؟ اختار يا راجو، اختار، لان كلها مسألة وقت والشجونية هيطردوك. خلاص الصراع مفيش مفر منه، وانضمامك لينا هو طوق النجاة اللي هيخلي السفينة تاخدنا كلنا وتطلع. ولكن كل اللي كان في دماغ راجو في الوقت ده البشري اللي كان دايما بيشكره جنبه ومات على ايد القذر اللي قدامه ده، وبايل وصوته قال له انت والبشر فاكرين انكم هتختاروا ان اعمل ايه وما اعملش ايه؟ مد ايده ومسك شبح الموت، وبطريقة غريبة بدأت اجزاء جسمه تتلاشى وكأنها بتتبخر. وفي حالة الاندماج دي راجو افتكر ان هو اللي اختار انه يختم نفسه، ما حدش اختار له ده، وكمان هو اللي قرر انه يتحمل مسؤولية انه يفضل طول حياته معادي الطرفين. وبعد ما القصة كلها بقت واضحة ومعروف اولها من اخرها، راجو كان فاكر ان جيرو هيبص له نظرة احتكار، ولكن العكس تماما. جيرو قال له انا ماليش دعوة بشخصيتك القديمة، وكل اللي يخصني اللي انت عليه دلوقتي، لانك خلاص ما بقتش لوحدك، انا وانت بقينا نفس الشخص، وانا مش هنسالك برغم اني بشري انك اخترت تنقذ حياتي. وطبعا الكلام اللي هو قاله ده خلاه يبص للموضوع كله بمنظور مختلف تماما. بس خلينا من كل المنظورات دي دلوقتي، لان الوحش رجع يهجم عليهم من جديد، لكن المره دي شكلها هتكون مختلفه حبتين، لان جيرو قال له انه جاب اخره من الهري ده كله، وقال له انسى انك تفوز، انا خلاص قررت ان اخرج انا وراجو من هنا سلام. لا بس اعتقد ان الوضع اكبر ما الكل فاكر، لان وقت ما كانت فويو بتحاول انها تسيطر على الوضع، السهره بدات تتشرخ، واول ما اتدمر منها جزء فجاه ظهر منها هلاك قوه جباره وكأن الوحش بيستنجد، وفعلا كان قدها وعملها. جيرو وراجو خرجوا شخص سليم واثبتوا انهم قد المكان اللي هم فيه بالفعل. وبعد ما كلهم قعدوا سوا، شيبا قال لهم ان اللي انتوا عملتوه كلكم ده يعتبر نجاح باهر، وان اجامي اللي جيرو وراجو شافوه ده اكيد هو صاحب منصب كبير في قوه العدو، واعتقد ان اللي شيبا ناوي عليه الفتره الجايه بالقوات اللي بقت معاه دي مش سهل تماما. فتفتكر فعلا شيبا هيقدر بالفريق اللي معاه ده انه يسيطر على شر المنوكي، ولا اجامي محضر لهم مفاجاه محدش عامل حسابها؟ وده اللي هنعرفه في الجزء الجاي من حكايه جيرو. فلو عجبك الانمي ما تنساش تعمل لايك وتسيب كومنت فيه التوقع بتاعك، والاهم من ده كله يا ابطال العشيره ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زرار الجرس، لان عددنا بيزيد كل يوم عن اللي قبله، وبنقرب خطوه في طريق احتلالنا لليوتيوب. رجاله وبنات العشيره اشوفكم الانمي الجاي.